السلام عليكم وبسم الله نتوكل على الله. نبداو اللايف ديالنا اليوم اللي كيف ما شفتوا في الريل اللي قبل غادي نتكلموا على مجال العقار. والسي مهدي غني عن التعريف، ما نحتاجش انا نبدا نقدم فيه وشكون هو مهدي واش كيدير المهدي وشنو المحتوى ديالو. تبارك الله، يعني في مده قصيره كان عنده واحد المتابعين كبير، وهذا دليل على انه الناس يعني عندها هذاك الشغف ديال انها تتبع شي حوايج اللي مفيده ومزيانه. فغنعطي واحد المقدمه ولا نظره عامه على هذا اللايف هذا كيفاش غيكون، ومن بعد غادي نبداو ان شاء الله الرحمن الرحيم بما كانوا الناس نيت شويه تجمعوا. دونك اللايف غادي يتقسم تقريبا على 3 ديال الاجزاء. الجزء الاول بطبيعه الحال غادي يكون هو التعريف ديال السي مهدي، شكون هو، كيفاش جا لامريكا، شنو بدا، شكون هو مهدي، شنو الدومين ديالو الاصلي، واش هذا هو الدومين ديالو الاصلي اللي هو العقار ولا لا، الى اخره. يعني معلومات ربما تكونوا اول مره غادي تسمعوها. ثاني حاجه غادي ندخلوا المجال ديال السي مهدي اللي هو العقار. غادي يعاود لينا على اسرار ديال العقار، طرق كيفاش تملك الدار اللي هي تعتبر من بين الاحلام ديال اي شخص في العالم اللي هو يملك الدار. عاد نهضروا على البيزنس كبزنس، ثم غادي نفتحوا الباب لبعض الاسئله اللي غادي تكون في اللايف. كنتمنى انكم تشاركوا في الحوار بالاسئله ديالكم، لان الاسئله ديالكم هي اللي غادي تكون غتغني الحوار اكثر. ثم في الاخير غادي يكونوا بعض الاسئله مباشره للسي مهدي اللي غنختموا بها ان شاء الله، غادي تكون من عندي، ودائما غنبقى نسولها في كل حلقه. على العموم نبداو باول حاجه. بالنسبه لللايف بعدا راه غادي يعني شحال من واحد طلبني كيحطها في الكومونتير ولا كيصيفطها ليا بريفي تيقول لي تسجل اللايف، فهو ان شاء الله غادي يتسجل باش نسمحوا للناس اللي ما حضروش لهذا اللايف هذا يعاودوا يتفرجوا فيه. غير هو الحضور في اللايف بشكل مباشر عنده واحد الحلاوه مختلفه على الفراجه، لان في اللايف كتشارك، يعني السؤال تيحضرك في ديك الساعه، لان النقاش تيكون في الحين، وبالتالي كيكون الدماغ ديالك مكونسونطري مع النقاش، وبالتالي كيحضر لك الدماغ ديالك بعض الاسئله. يعني في المباشر في الفراجه من بعد ربما الاسئله ما غاديش تحضر لك، وغدير كومونتير وربما غادي الكومونتير غادي يمشي بعيد والى اخره. يعني كنشجع الناس انهم يحضروا اللايفات بحال هذا الشكل هذا باش يشاركوا. ثاني حاجه، الناس اللي مازال ما متبعاش لا الصفحه ديالي لا الصفحه ديال السي مهدي، حاولوا انكم ديروا متابعه باش يبقاو يطلعوا لكم بحال هذه المحتويات المفيده اللي اكيد انكم غادي تستافدوا منها. ولا ما استفدتوش منها نتوما راه غادي تاخذوا معلومات مفيده تقدروا تفيدوا بها ناس اخرين. طولت، ولكن نبداو مباشره عند السي مهدي. نقول لك شكرا بعدا على قبول الدعوه، هذا شرف لينا باش تخلي من وقتك. هنا في امريكا تعلمنا واحد الجمله السي مهدي، شنو هي؟ Time is money. سالينا هذيك كنا تنسمعها في الافلام ما حسيناش بها حتى جينا لهنا لامريكا، عاد يعني ولينا كنسمعها مباشره وكنحسوا بها في الواقع ديالك. يعني الوقت يساوي فلوس، باختصار بلا ما نحتاجوا نشرحوها. سي مهدي شكرا على القبول الدعوه ديالنا، وهذا شرف لينا انك تحضر معنا في هذا اللايف هذا وتبارطاجي معنا اسرار ديال هذا البيزنس ديال العقار. ولكن قبل ما ندخلوا نبغيو نعرفوا شكون هو السي مهدي. انت جا لامريكا من عام، شنو كيدير السي مهدي في الدراسه ديالو؟ يعني عاود لينا السي مهدي شكون هو بالضبط بشكل مختصر باش ندخلوا للموضوع الاصلي اللي هو العقار، اللي هو باغي الناس يعرفوه. انت ماشي صراحه نعرفوا يعني المجال اللي حنا بغيناه اكثر ما نعرفوا الشخص بزاف، يعني نعرفوا نسبيا ولكن نعرفوا المجال اكثر. تفضل السي مهدي. شكرا خويا نجيب. اولا بغيت نشكرك على حسن الاستضافه. بغيت نشكرك على حسن الاستضافه، وشكرا لك على هذا البرنامج هذا اللي من خلاله كتعرف بمغاربه العالم اللي يقدروا يفيدوا، يعني بالعرب بصفه عامه، يعني يقدروا يفيدوهم في اي موضوع.
اولا انا سميتي مهدي، برت في مدينه الرماني، عاصمه زعيم. تحيه خاصه للناس ديال الزعير قاطبه. فالمهم كبرت في حي شعبي عادي بحال اغلبيه المغاربه. الوالد ديالي كان موظف في التجهيز، الوالده موظفه في التعليم. المهم الطفوله كانت عندي عاديه، قريت في المدارس عموميه. خديت الباك في 2010. ومن بعد انا يعني من الصغر ديالي وانا ما غندير لامريكا. ف عمرت كايتيديون، عمرت ان بوان فيزا، والحمد لله تيسرات الامور. كنت استعملت واحد المدرسه اللي في ستان في الرباط، وملي سجلوني المهم انا ما كنتش عارف نيويورك ده. الانسان ما كيكونش عارف كيصحاب نيويورك، كيصحاب نيويورك راه مدينه. حتى اكيد. كنت فاجئ انا جيت في واحد الخلا بعيد، يعني بعيد تقريبا على مانهاتن ولا نيويورك سيتي بواحد تقريبا 4 السوايع. ولكن المهم هو ان المدارس اللي هنا اللي كنسميوها اب ستيت نيويورك مدارس شويه خاص، يعني بالمستطاع ان الانسان يقدر يجي يقرا فيهم، سيرتو ملي كتجي اف 1 ولا كتجي كايتيديون ولا كطالب، فكتكون جاي من خارج يا اما الولايه يا اما الدوله. فكتخلص الدوبل ديال كيسميوه انترناشونال ستودنت ولا اور ستيت ريزيدنت، كتخلص الدوبل ديال يعني المونطون اللي كتخلص في المدرسه. فكانت شويه صعيبه يعني. المهم كانت في المتناول الحمد لله. قريت عامين في ريزو انفورماتيك. ومن بعد ديك العامين كان خاصني نخدم. وواحد الحاجه ملي كتجي كايتيديو ما كيكونوش عندك الوراق انك تخدم خارج يعني المؤسسه ولا خارج ديك الجامعه، فكيعطيوك الحق انك تخدم 20 ساعه ملي كتكون الدراسه، يعني في الموسم الدراسي. ومن بعد الموسم الدراسي مثلا في العطل تقدر تخدم 40 ساعه. فكنت كنحاول انني يعني خدمت تقريبا في ديك الجامعه، خدمت جميع يعني الخدمات اللي تقدر تخدمهم. فكنقز من اللايبراري للجراوند كيبين، ولا المهم تحيد الثلج، تقطع الكازو. المهم بقيت هكا المهم باش كنتحرك شويه. ومن بعد ملي خديت الدوغ ولا ساليت ديك العامين في ريزو انفورماتيك. وكنت اون باراليل كنت كنعرف واحد، يعني هادشي كامل نيتوركينغ. الا ما عندكش المعارف، الا ما درتيش المعارف، راه ما غاديش تمشي، ما غادي دير حتى حاجه. فكنت كنحاول انني نهضر مع الناس اللي خدامين في المدرسه، بحكم انني دوزت معاهم تقريبا واحد العام ونص ولا هذا، كيشوفوني كنخدم هنا. فالمهم بقيت كنتعرف على الناس. وفي هذاك السونتر ديال لي زيتيديون انترناسيونال ديال انترناشونال ستودنت ولا الطلبه ديال الخارج، كان واحد المدير اللي كيشوفني كنتقاتل، يعني واحد باغي يخدم وهذا. فعرفني على واحد الشخص من الشينوا، كان داير واحد شرا واحد الديور وبغى يرجعهم بحال الحي، بحال كيكريهم للطلبه. وكان خصو اللي زعما اللي قابل ليه وهذا. فالمهم تعرفت عليه ومن تما بديت كنخدم معاه. ومن بعد ملي تخرجت يعني تما بديت كنكتسب شويه ديال الخبره في هادشي ديال العقار وديال الاصلاحات وديال. واخا سي مهدي، دابا قبل ما ندخلوا كي درتي تا دخلتي دابا ضربتي علينا، ضربتي علينا. دابا نبغيك ترجع معنا الذاكره واحد شويه اللور، وعاد ندخلوا لهاد المساله ديال اول التواصل ديالك ولا البدايه ديالك مع المجال ديال العقار. نبغيك تذكرنا باول نهار حطيتي رجليك هنا في امريكا. شنو اول مشكل طحتي فيه وكيفاش خرجتي منه، باش نعطيو فكره للناس اللي باغيين يجيو مثلا لامريكا باش ينقزوا هذيك العقبه ديال النهار الاول. انا كنسميها النهار الاول، حيت ربما دوز فيه يومين 3 ايام سيمانه، كاين اللي دوز ليه في ساعه، فهمتي. المهم يعني ديك الخطوه الاولى، شنو هي اصعب حاجه وقعت لك فيها، ووقع لك تما شي حاجه مشكل عاودنا، وكيفاش خرجتي منها؟ جيت انا في اواخر في ديسمبر 2010. و ملي خرجت من الطياره ضربني واحد البرد ما عمري ما حسيت به في حياتي. سبحان الله، الله غد لي كانت اكبر عاصفه اللي اللي ضربت نيويورك في واحد المده طويله. يعني تلقى الجبال ديال الثلج برا. جات معاك؟ دابا داك اللبس اللي جايب معايا من المغرب واخا شهر 12
كيكون البرد جاي معايا مثلا جاكيت جاي معايا والو ما كينفعش مع داك البرد. اول حاجه حسيت بها هو داك البرد، يعني واحد البرد صعيب. دابا ولا كيجيني عادي لحقاش صافي مع المده كتولف. آه، يعني ثاني حاجه حيت العقبه هي تكون الخدمه. يعني ملي كنت كنقلب على الخدمه، آه، مع انا في واحد الفيلاج اللي هو صغير، يعني فما كتمشي تعمر الاستشاره كيطلبوا لك الوراق كيطلبوا لك السوشيال، وانا ما كانش عندي السوشيال ديك الساعه. يعني ما قدرتش يعني بحال الناس اللي غادي يجيو مثلا بقرعه ولا فيزا زواج ولا خطوبه كيكون عندهم يعني الوراق ديال الخدمه يقدروا يقدموا. ثاني حاجه هي اللغه، واللغه كيفاش تفاديت. يعني في الاول كنت كنحسبها نقمه انني جيت هاد البلاصه هادي ما فيهاش العرب ما فيهاش ولكن من بعد اكتشفت انها كانت نعمه، لحقاش كان خاصني نتعلم اللغه بواحد الضرب وجيز باش انني نتواصل مع الناس. يعني هكذا تجاوزت غير مع التواصل، كتهضر مع هذا وتهضر مع هذا وتطلب الابحاث شويه وهذا وتقرا شويه. واخا كانت عندي واحد شويه ديال اللغه قبل ما نجي، ولكن كتجينا واحد النيفو طالع شويه. الناس كيهضروا بالزربه كياكلوا الهضره، ماشي بحال اللي كنقراوها مثلا حنا في المدارس. المهم الحمد لله تجاوزت هذوك. باش ريت الدقيقه من هنايا غلط باش لاحظت انا واحد جوج القواسم مشتركه ما بين ما عرفتش واش شفتي اللايف ديال مع السي عصام لايف الاول. كاينين جوج القواسم مشتركه هنا. الاولى هو خريج ديال اولا القرايه ديالو اللي هو لانفورماتيك. ثاني حاجه وهو جا الولايه ولا المدينه ومشى لبلاصه اللي ما فيهاش العرب، ما فيهاش الاغلبيه العرب. وهادو جوج الحوايج، يعني الحاجه الاولى د لانفورماتيك خلاته انه بحال دماغي تفتح شي شويه وكيخليك انك تحسبها بواحد الطريقه معينه. يعني السلوكه كيتخلطوا بالدماغ وتيترتبوا باش يخرجوا لك واحد الطريقه معينه. الحاجه الثانيه اللي هي اللغه اللي هي عاوناتو فاش مشى للبلاصه اللي ما فيهاش العرب بزاف كذا، عاوناتو باش يتحك ويفرض على دماغه انه يقرا ولا يتعلم اللغه. دونك هادو جوج حوايج مفيدين صراحه. هنا غادي ندوزو للمرحله الثانيه. اول تواصل ديالك مع المجال ديال العقار باش ما نطولوش على الناس. حنا ما بغيناش دوك اللايفات اللي فيهم حشو ديال الهضره وفيهم نخرجوا على المواضيع. اول تواصل ديالك مع مجال العقار، لانه انت كنتي في لانفورماتيك مع البيسيات والاكرون مع ولي سيت ويب والتخربيق. اسمحوا لي على التخربيق. المهم يعني هذه المسائل هذه ومشيتي للعقار. كيفاش كان التواصل ديالك مع العقار؟ واخا مازال في الاي تي ما نوصلوا له. المهم نكمل لك مثلا الدراسه. يعني قريت هذيك العامين من بعد ما تخرجت كنت خدام مع داك السيد اللي قلت لك اللي عرفني عليه هذاك المدير اللي في المدرسه. بقيت خدام معاه بحال كنجار عليه هذاك البيزنس. واحد غادي يجي جديد خاصني نقادو البيت ديالو، خاصني يعني الا كانت شي حاجه خاصها تقاد تما خاصها تقاد. ومن تما كت يعني كنت كنعايري ولا كنخدم الناس اللي مثلا خاصها كوزينه خاصها طواليت. كنت كنعايرهم كيجيو وما كيخدموا وانا كنراقبهم. ورجع معاك قبل كانت عندي يعني في 2011 في منتصف 2011 كنت خدمت مع واحد السيد يعني غير مره في الشهر ولا هذا. كان هو جنرال كونتراكتور ولا كنقولوا له هاندي مان. كان ما كيلقاش، كان الجار ديالي وما كيلقاش اللي يعاونو. فمره في شحال كنت كنمشي معاه كنعاون الزادي يدير هادي ما كنتش كندير. وتما بديت كنفهم شنو كيدير كيجيني داك الشيء زعما بحال هذا كيجيني ساهل. ومن بعد صافي ما بقيتش يعني هذيك كما قلت لك كتخدم معاه مثلا 4 السوايع في واحد شهرين ولا هذا فهمتي، ماشي شي حاجه اللي قاره. فالمهم بديت خدام مع داك نقولوا لي الشيوي حنا. بقيت خدام معاه داز يمكن شي عام بحال هكاك. وأون طون ملي كنت انا تخرجت المهم بديت كنفهم شويه في انواع ديال الخشب، يعني الماتيريال اللي كتستعمل. فغير بديت الخبره انك كتجيب شي واحد كيبقى يشرح ليك شنو غندير شنو غندير وانت كتراقبو. يعني كنت مسالي ديك الساعه كنراقب. بديت كنتعلم تما شويه. ومن بعد بقيت او ميم طون كنت كنقلب كندفع على سيفي باش نخدم في المجال ديال الانفورماتيك. فمن بعد لقيت واحد الخدمه ولكن كانت بعيده شويه بشي ساعه.
المهم قلت اللهم غادي نبداو فيه، بقيت كنخدم تما وصافي بحال ما بقيتش كنعطي الوقت لهذاك السيد لهذاك الديور داكشي نقابل ليه وداكشي، وقلت له انا راه صافي يعني هذا الشيء اللي انا مزيان تساعد معايا وهذا، ولكن ما غاديش نقدر نكمل معاه. وقال لي ماشي مشكل جيب لي اللي رومبلاسيك، جبت له واحد السيد بقى خدام معاه من بعد. فالمهم من تما مشيت آه، بقيت خدام، ومن تما كنت جمعت شويه البركه، بديت كنقلب على الدار فين نسكن انا، ولكن هذاك المونطون اللي عندي البيجي ما غاديش نشري ليه، كان ديك الساعه الدير باقي مرخص شويه، ما غاديش نشري شي دار اللي مصلوحه. 2008 عام قلتي؟ 2014 تخرجت انا في 2013، بقيت خدام مع داك السيد، وامام طون خدام في لانفورماتيك، وكنت كنبيع ونشري في الطوموبيلات. المهم ماشي شي طوموبيلات، غير طوموبيلات كنصلحهم شويه ونعاود فيهم البيع، الموتور الماطر حتى هما. المهم كنت ديما كنصايب شي حاجه خصني نعاود فيها البيع باش انك تقدر تجمع شويه، فهمتي. يعني سبع صنايع ولكن الرزق ما ضيعش. لا الحمد لله، انا في الحمد لله. امريكا ما كانت عندك الصنعه، ما عمره ما غادي يكون الا اللي كنتي شي واحد اللي ماشي غادي نيشان، دائما تبقى دائما بيزي، ولا دائما خدام، دائما كتدخل الفلوس. فالمهم بقيت هكا جوع شويه، وبقيت كنقلب على شي دار، كنلقى داكشي اللي مصلوح غالي، فهمتي. في البيت انا كانت حدود كاع 60 الماكسيموم، فلقيت واحد الدار اللي هي باقي في الثانيه هذه كنعاود تفهم. المهم الدخول ديالي للعقار، شريت هاد الدار هادي وكان خاصها الاصلاحات بزاف، وسكنت فيها وبقيت كنصلح بشويه بشويه وكنشري الماتيريال. اهم حاجه في الاصلاح هو الماتيريال، الا كان عندك الماتيريال صافي ديك الساعه كتولي حاجه اللي صعيبه انك ديرها بيدك، عندك الماتيريال كتصايبها بالزربه. بقيت بشويه بشويه كنشري هذا، وكانوا كيبانوا لي الديور للبيع ديك الساعه رخاص، مثلا 2015 2016 2017، يعني كانت الدار اللي تباعت ب 17000 دولار دابا تساوي مثلا 150. فهمتي، مثلا كانوا الديور، ولكن ديك الساعه ما كانش عندي فلوس باش نشري. فقلت يلاه مكافي مع الاصلاحات ديال الدار، يلاه راك عارف المصاريف. فالمهم هذه كانت هي الدخل ديالي ديال الميدان الاول. صافي بقى كيعجبني انا هادشي، كنصلح وانا غادي كنتعلم، كنتفرج في يوتيوب. ديك الساعه اللغه ولات عندي مزيان، يعني ما كتلقاش هادشي بالعربيه، كنتفرج على بالونجلي. فبديت كنتعلم من هنا بديت عاوتاني كنعاون مثلا شي واحد صاحبي خصو يصلح شي حاجه في دارو، كنمشي نعاونو. وصافي بديت كنشوف انا دابا داز واحد المده، بديت كنشوف تعلمت تقريبا كلشي، يعني الكتريك، بلومبي، كيفاش تصايب مثلا داخل ديال الدار، كاربنتري كنسميوه، ولا تبدل الارض، الصباغه. المهم وانا كنت كنشري، كنانفيستي في الماتيريال، يعني عزيز عليا نشري الماتيريال. ف ولا عندي ماتيريال بزاف وكنشوفو غير مخطوط، كنستعمل مثلا كنشري واحد الماكينه كنستعمل هذيك الغرض اللي عندي، وكتبقى محطوطه مثلا واحد 6 شهور ولا 8 شهور ما كنستافدش منه. فصافي بديت كنشوف ديك الساعه شنو هما الديور، ولا كيفاش انني نشري الديور واللي يكونوا واحد الثمن هابط. فبديت كنقلب، فبديت كنعرف شنو الفوركلوجر، بديت كنعرف بانك اون، بديت كنعرف مثلا الاكشن ولا المزاد العلني. وتما بديت كنبحث هاد المزاد العلني شنو هما الحوايج اللي خاصك تحتاط منهم، ولا فهمتي، خاصك تعرف ماشي غير اجي وشري. هو السؤال السيمي اسمح لي، بالنسبه للدار، اول دار اللي شريتي دابا واش شريتيها بنفس الطريقه، يعني خديتيها نيت اوكشن ولا خديتيها مباشره من عندها، يعني بطريقه انا ما عاديه؟ عنديش مشكل نقول لك شحال خديتها كاع. دابا هاد الدار هادي كانت ساكنه فيها واحد السيده 47 سنه، وتوفى ولادها كبار، يعني اللي باعوا لي انا راه تكون ديك الوقيته كان عندهم مثلا واحد 60 عام كذا، و60 عام، يعني كانوا كبار زعما ماشي صغار. وبقات مسدوده صافي، حطوها للبيع، حطوها بواحد الثمن اللي هو طالع، وبقات تقريبا 7 سنين وهي في الماركت. واللي عجبني فيها انا كان فيها الكراج، واخا داكشي قديم، كان فيها الجردار، كان الكراج، الدار كبيره. فاليوم وصلوا واحد المرحله انهم خاصهم يبيعوا، لقاش كيخلصوا الضرائب، كيخلصوا لاسيرونس، كيخلصوا بزاف ديال الحوايج. فالمهم وقيلا كانوا هبطوا، كانت 85 ديك الساعه في 2014. 85 راه تجيب لك شي دار هنا زعما زوينه مصلوحه مقاده، راه هبطوا 75. فانا عطيتهم 57. 75 في شيفر.
وصافي هما شحال ما داز ما خداوش شي اوفر، وقلت لهم زعما راه انا خصني نصلح وهذا، وقالوا لي وقيلا شي كداو 60. المهم خديتها ب 59 في الاخر، مم. وبديت كنصلح فيها غير باش حيت خاصها. بديت كنبين لهم انا راه واحد زعما سيريو، بديت كنصلح فيها واخا انا مازال ما كاتبناش، يعني فاش مم. كنوجد انني خاصني فهمتي خصني نتحول ليها. مم. فالمهم هذه اول دار اللي خديتها. ما وخديتها من عند وكيل عقاري، ولا ماشي مم. ماشي من المزاد العلني مجال. ولا. مم. هذيك هذه الساعه بالنسبه كتاخذها كدير المحامي كيكون داكشي مقاد، فهمتي. الدار ما عليها لا كيديات لا والو، هما كيعطيوك واحد الوصول هادشي، كيعطيوك واحد تسمى خير الابستراكت، كيكون واحد لي ستوري ديال الدار ديال 40 سنه. فهذا كيثبت لك بان الدار ما عليها لا كريدي، يعني ما تخافش، يعني كلشي خالص. دابا نربطوا الاحزمه ياك. حنا سالينا من الدار ديال السكن اللي اول دار كانت ديال السكن، نبداو باول دار الانفستيسمون، يعني اللي خديتي عن طريق الاوكشن بعد ما خديتي خبره شويه في البحث ديالك وتعلمتي شويه الصلاح في الدار ديالك. وهذه مساله اللي صراحه درس نتعلموه. نحاول ندير واحد الخلاصه خفيفه، اللي هو انت عندك مع واحد الدومين كيعجبك وغادي وباغي تخدم فيه، انفيستي فيه مثلا بالماتيريال كما درتي نتايا، تخدم به لنفسك. مثلا انت عز عليك الطوموبيلات، غتشري طوموبيل شويه خاصه شي صلاح، تشري ماتيريال غادي تصلحها وتحطها في البيع، انت راكب عليها وفي نفس الوقت انت حاطها في البيع. مثلا انت تعلمتي عندك مثلا حرف هذا الشيء ديال الديور، شري ماتيريال بدا تصلحها في دارك، لا في دار السكن اللي ساكن فيها مثلا الكرا ولا اصحابك العائله الى اخره. ما علينا، يعني فاش تكون انت عندك واحد الهدف وعندك واحد يعني واحد الهدف اللي هذاك الهدف دخلو تحت من الشغف ديالك، شي حاجه اللي عز عليك، كون اكيد انك غتلقى الطريق، لان عزيز عليك، غتلقى الطريق باش توصل للهدف ديالك. دونك عطينا كيفاش بديتي باول دار. واخا راه كاينين واحد الاسئله اللي مهمه بزاف والناس بزاف كيسولوها، هذا الشيء ديال الاثمنه، لانه كتجيهم. انا شخصيا ما نكذبش عليك، فاش جيت لهنا لامريكا، بحيث انا تقريبا نقدر نقول لك انا ولد العقار كما تيقولوا في المغرب، يعني ضروري كيبقى لاصق فيك هذاك الدومين في دماغك واخا تمشي لدوله اخرى. فاش كتجي لهنا لامريكا، سيرتو في هذا الوقت هذا 2026 2025 2023 بعد كورونا بطبيعه الحال، اثمنه راه ما كاينش هادشي ديال 60000 و70000 و50000. وراجعت بعض التعاليق عندك في لي فيديو اللي كتحط، الناس كيقولوا هاد الهضره هادي، فين هي 60000، فين هي 50000، فين هي ديال 80000، فين هي ديال 100000، سيرتو مع اختلاف الولايات بطبيعه الحال. دونك عطينا انت قبل ما نوصلوا لهذا الموضوع ديال الاثمنه، الدار الاولى كيفاش شريتيها، الثمن ديالها مثلا الا بغيتي، كيفاش صلحتيها، عاد ندوزو الاستثمار ديالك. كما قلتي لي راك انت ما كتستثمرش في البيع والشراء ديال الديور، نخليك انت تشرح لنا هذه المساله. بالنسبه للدار الاولى اللي شريتها 2021. يعني انا عندي ديك الاب ديال زيمو كتطلع ليا، حيت دائما كنشوف شحال دايرين الديور، تبان مثلا شي همزه ولا شي حاجه، المهم دائما كنقلب. فطلعت لي واحد الدار اللي قريبه ليا، بعيده تو بلاكس، يعني شارع ولا جوج اللي باش كنمشي شفتها غير من برا، ممنوع انك تدخل ليها، وكانوا دايرينها ما عقلتش بالضبط بشحال حطوها ب 26. ملي دخلت شفت واش من عام هذا الليستين ديالها السي مهدي قلتي؟ 2021، يعني في تقريبا مع كورونا ما بين. داكور. نعم. فملي دخلت شفتها ما كاينش تصاور، يعني وممنوع انك تدخل ليها. فاولا بعدا كانت فور كلوجر، انا مع هذيك الساعه خاصني كنت فاهم شويه، خاصني نزيد نبحث شنو هي فور كلوجر. عمك فور كلوجر هو مثلا شي واحد كان واحد قرض على واحد المنزل. ملي كتاخذ قرض على منزل عن طريق البنك كيحط واحد الرهن على ذاك المنزل. يعني داك الشيء اللي قلت لك، ديك الابستراكت، يعني التاريخ ديال المنزل كيسجلوا في المحافظه بلا راه هاد الدار عليها واحد القرض خاص تسدد. عاد زعما رافع اليد، عاد كيعاود يعمرو باش تكون لي كلير انها تقدر تباع ولا. المهم
دخلت ديك الساعه قلبت فهمت شنو هي فوركلوجر، يعني ديك السيد يا اما توفى يا اما ما قدرش يخلص يا اما المهم جميع الاحوال ما خلصش البنك، كدوز واحد كيعطيوك واحد المهله ما خلصتيهاش ولا على حساب شكون اللي كاين في التيتر ديال الدار ما خلصوش في بلاصتك، يعني حيت خاصك تبقى تخلص الضرائب، يعني واخا انت ما تخلصش البنك لازم انه يخلص الضريبه على ديك الدار، سينو حتى ديك الدار كتمشي حتى للبنك. المهم هذا واحد النوع اخر ديال المزاد ديال الديور، هذا كيكون اصلا رخص من هذا. فالمهم قلبت لقيت بلا راه فوركلوجر ديال البنك، والبنك ملي مابقاش واش كانت بانك اون ولا فوركلوجر، المهم ما دازش من المزاد. دابا شنو البروسيس ديال البنك؟ حيت الابناك ولا البنوك الهدف ديالهم ماشي هما يكون عندهم الديور، هما باغيين لي زانتيري من الربح من الكريدي ولا من القرض، حيت ما باغينش هما يبقاو يصايبوا الديور ويقطعوا الكازو فهمتي يخلصوا الضرائب. فملي كيشدوا شي دار كدوزو عنده، كاين واحد القانون اللي خصهم واحد المسطره خصهم يتبعوها، عندهم تقريبا كتطلب عامين، يعني عامين وديك الدار كتبقى يعني كيعمروا باش ياخذوا الدار، ومن بعد انهم يقدروا يتحكموا فيها لانك ما سددتيش داك الدين. فالمهم المسطره هذه خصها دوز عليها عامين، ماشي ضروري عامين تقدر تكون قل، ولكن انا نقول لك دابا كاين بزاف ديال الامور متشابكه، ما بغيتش زعما نعطيك بزاف ديال لي زانفو اللي غادي الانسان اول مره غيسمعهم غادي يتخربق. دابا السي مهدي اسمح لي بين قوسين، دائما كنقول الاشخاص اللي كيقدموا معلومات راه ما يمكنش يعطيك تفاصيل ديال التفاصيل، لان كل تفصيله فيها تفاصيل وحده اخرى، حاولوا غير تعطي غير الطريق، يعني تعطي راس الخيط كما تنقولوا، والدور ديالك انت كشخص اللي كتفرج ومهتم بهذا الميدان هذا، انت خديتي راس الخيط كمل عليه وراه غادي توصل للمعلومه الكامله كما تيقولوا. كان شي تساؤل ولا شي استفسار خليونا في كومونتير. المهم قلبت على شنو هي فوركلوجر، يعني الدار ملك البنك دابا ما بقاش ملك ديك الاشخاص، وفيريفيت حيت قريبه ليا مشيت شفت ما ساكن حتى شي واحد تما، يعني الدار شحال وهي خاويه. المهم هادشي خصك الانسان يحتاط باش انه يمشي يعطي واحد الاوفر. دائما انت داكشي ديال الماء، يعني الحوادث ديال الماء ولا المجاري وداكشي غالبا غادي يكونوا طرطقوا تهرسوا، لحقاش ملي كتكون الدار خاويه ما فيهاش نظام ديال التدفئه، في البرد كيكون الثلج بزاف دوك الجلوعه كيجمدوا وكيطرطقوا، يعني ضروري خصك شي تعاود. يعني كاين اللي كيديروا ليه سميتو وينتريزيشن ولا كيديروا فيه بحال سميتو ديك ديال الطوموبيلات ديال الرادياتور باش ما يجمد، ولكن في اغلب الاحيان واخا هكا كيطرطقوا. فالمهم انا خديت بعين الاعتبار كاع داكشي، بقيت كنشوف شحال غادي تقام عليا الدار، وما طالبين كذا و20 ما عقلتش بالضبط واقيلا 26، فانا مشيت عطيتهم 16. ودابا هادي اللي زوينه باش نيغوسي ديريكت مع البنكه هما باغيين يتفكوا، هما حيت صافي دخلوا فلوسهم. تفكرني في الاثمنه ديال السوق في المغرب تيقول لك 3000 ريال تقول لي 50 درهم. وي دابا راه خاصك تعرف واحد الاشكال اللي عند الابناك في الديور هذا، علاش هما كيقبلوا انك تهبط الثمن، حيت بالاول خصهم يتفكوا منها لحقاش هي كتسمى عالة عليهم كيبقاو يخلصوا عليها الضرائب، وثانيا ما غاديش يصالحوها، ثالثا ما تقدرش اغلب الاحيان ما تقدرش شي بنكه اخرى تعطيك قرض على ديك البنكه، يعني حتى الناس اللي باغيين يشريو بقرض صعيب انهم ياخذوه حيت كتكون خاصه الاصلاحات بزاف وما كيقدروش يمولوها. فداك الشيء علاش ملي انا دخلت ليها كاش، دخلت يعني الاسباس، فملي كيشوفوا لي واحد كاش فهمتي دابا كيكون عندك نيغوسياسيون كتقدر انك تهبط لهم ديك الثمن، وهادشي راه ما درتوش غير مره ماشي جوج. المهم هبط لي من 16 وما دار لي 21، قلت لهم اخر ثمن 19، قلت لهم الدار انا ما عارف شنو فيها فهمتي. صافي قالوا لي واخا، المهم نقصوا لي ديك 6000 بحال هكاك من الدار، وديك الساعه الدار راه ساويه اكثر من 20، يعني فهمتيني في ديك الوقيته. الاشكال اللي كان في ديك الوقيته هو كورونا، كان الثمن ديال الماتيريال غالي، كان الحاجه اللي كنتي كتشريها ب$2 يعني واحد الخشيبه بحال هكا ولات ب$8، فكانت صراحه تقامت عليا تقريبا شي $54,000 وكليتها بالدار خديتها وقيلا في شهر 8 ولا شهر 7، كليتها في شهر 11، يعني كنت تقريبا في الدار 3 شهور حيت قريبه ليا فهمتي. من بعد العمل كنمشي نخدم فيها مره في الويكاند. فالمهم عاودت ليها طواليطات، عاودت ليها
كوزينه عاودتيها الارض درتيها الزربيه، المهم قاديتها خلصت عليها وكريتها، كنت كرات قبل ما نساليها. سبحان الله الناس كيدوزو كيشوفوا الخدام كيسولوك واش عاد شريتيها ولا باغي تشري. المهم ما بوستيتهاش كاع، جات واحد السيده لحد الان باقا ساكنه فيها دابا 5 سنين تقريبا 5 سنين. المهم تقامت عليا بديك كدا و50. ودابا نهضروا على حيت بزاف كيسولوني على المصاريف ديال عندك واحد الدار، يعني المصاريف اللي داخلين فيهم. نبغيو سي مهدي، نبغيو نعطيو شي حاله قريبه شويه في التاريخ. شنو اخر دار زعما مازال خدام عليها، الثمن اللي خديتي بها، باش نحيدو داك اللبس ديال فاش تذكر واحد الثمن تيقول لك لا راه كان بهذاك، فهمتي؟ يعني اه قلنا اقرب دار خديتيها مثلا مؤخرا، وغالبا راه كاينه واحد الدار راك خدام عليها دابا. دابا الا بغيتي يعني تقول تاخذها كحاله ناخذوها كحاجه التفاصيل. تمام، باش حيت هي اللي دابا في 2026 دونك الاثمنه الحاليه هي دابا ماشي ديال حاليا بس اه اصلا ديك الثمن دابا بحال مثلا اللي خديت بها داك ما غاديش تلقاه دابا بديك في فعلا 2021 ما بقاوش هذاك. ولكن نقول للناس كنقول لهم ديك الاثمنه راه ما بقاتش. فالمهم هاد الدار هذه حتى تقريبا قريبه ليا ما بعيداش بزاف. كانت نهار شفتها انا، كانت شفتها محطوطه للمزاد العلني، يعني اي واحد يقدر يمشي. وكانت باقا لي 3 ايام لهذاك المزاد العلني، بحال مثلا شفتها نهار الاثنين، نهار الخميس كاين المزاد العلني. فدابا هادشي مؤخرا اكتسبت من التجربه، حيت فهمتي شريت ديال اخرين واكتسبت التجربه والابحاث وشنو خصك دير. فنورمالمون كيكونوا مثلا المزاد العلني كتحط كاكاك واحد الشهر بحال هكاك، كيقول مثلا انا ما شفتهاش فهمتي. المهم تحط لك ما دايرين فيها الثمن، يعني حتى كتمشي حتى كيبداو يعني حتى كيتحل المزاد عاد كتعرف شنو هو الثمن اللي غيبداو به حطينا بشحال حاطينه. المهم انا شفتها مشيت درت عليها شويه ديال الابحاث، تقريبا تقام عليا بديك ما كملش $100 تقريبا بحال هكاك. المهم درت ابحاث شويه معمقه، ماشي قلبت على مثلا على حسب المدينه وعلى حسب الولايه. دابا في هذه المدينه اللي هذيك الدار فيها الا كانت كتسال فيها يعني الناس اللي قبل منك، دابا هذه ديال البنكه، هذه خداتها البنكه غادي دوزها للمزاد، كتسمى فور كلوزر، غادي تباع في المزاد في الاكشن. الا ما جابش لهم الثمن في الاكشن كتولي بانك اوند، يعني يقدروا ما يعاودوش هما ديك الساعه يشريوها، يجيبوا مثلا وكيل عقاري وديك الساعه يبيعوها. فالمهم انا درت ابحاث، درت على الماء، على الصرف الصحي، حيت انا عارف الا ما كانوش خالصين خاص كتزاد لك الضريبه على كيتباع الدار، اللي شرا الدار خصو يخلص داكشي اللي فات. فالمهم هذه كان على واحد المعلومات هي الموقع. المعلومات هي زيدوها عندكم. ودابا هذا راه ماشي جميع، خاصك تعرف كل مدينه وكل مثلا قوانين ولايه، ديالها. ولا كل ماشي حتى ولايه، كل كاوني ولا كل عماله القوانين ديالها شويه مختلفين، فهمتي؟ ماشي كلشي بحال ولكن المهم هذه كتباع الدار، يعني انا عارف داك الشيء فهمتي. مشيت قلبت لقيت تقريبا واحد $600. دابا اش يمكن ندير في الابحاث؟ خاصني نعرف قيمه بشحال. شحال عليها، خاصني نعرف بعدا شحال الدار، شحال عليها ديال الكريدي. واش هاد البنكه اللي حاطاها هي البنكه الوحيده اللي عندها رهن على الدار، ولا اللي مسجله، ولا كاين حيت كاين تقدر تاخذ مثلا اكثر من كريدي واحد على الدار، حتى كتوصل للقيمه ديال الكريديات تقريبا 80% عاد ما يبغاوش يسلفوا. بحال مثلا انا عندي دار نقدر نمشي نخرج 80% من القيمه ديالها كريدي، ولكن نقدر نهز 10 من هذا البنك، نقدر نهز 20 من هنا، فهمتي؟ فكيكونوا بزاف ديال الابناك بعض الاحيان. فانت خاصك تقلب اولا واش كاينه يعني في احسن الاحوال غتكون غير ديك البنكه هي اللي عندها رهن في ديك الدار، صافي غادي تبيعها انت، ما غاديش تخاف من حتى شي حاجه اخرى، يعني ما تخافش انك تكون بنكه اخرى. فالمهم خاصك نبحث على هذه، يعني كاينين طرق باش انك تبحث. كتدخل الويب سايت ديال العماله فين كاينه ديك ديال الكاوني، وكتدخل بابليك ريكوردز، كاين السيرش ديال شحال هذه كان فافور دابا ولا بفلوس. كلشي اي حاجه ولات فلوس دابا. كنعقل انا شحال دابا شي 4 سنين ولا 5 سنين كان فافور. فالمهم كنخلص واحد ما عقلتش. المهم كلشي كما قلت لك عمليه $100، مشيت درت السيرش ديال الواتر وديال السور ب $50، وديك $50 الاخرى درت 1 مانث ممبرشيب مع الكاوني باش نقدر انني نخرج ديك الراكلز، هذيك لي غوكو اللي قلبتهم وشفت بلا يعني بحال خدمه المحامي دازت ليك من بعد المحامي.
المهم حيت عندي غير 3 ايام ما نقدرش نجيب محامي هادشي المحامي عندك الوقت غيكون صعب. خاصني شهر ولا شهر ونص فهمتي ما يقدرش يديرها في 3 ايام حيت اصلا هو مشغول. فالمهم درت الابحاث الاوليه من بعد دوزت نشوف شحال القيمه ديال ديك الدار شحال ساوي مثلا واحد الحاله في نفس المنطقه مصلوحه بشحال البيع حيت انا دخلت ليها بعض الاحيان واخا تيقول لك ما تدخلش ليها اللي كيكونوا ديما محلولين فهمت. عرفت. فمن دخلت ليها شفت شحال خاصها ديال الاصلاحات لانها غير كتقدر ومن بعد شفت القيمه ديال ديك الدار مصلوحه وحده بحالها بشحال تقدر تجيب يعني تقريبا يعني كتحاول تقدر باش تعرف شحال غادي تزايد حداش. فالمهم هذيك الدار بحالها مثلا مصلوحه دايره ما بين 160 180 الف دولار يعني مصلوحه. فانا كمستثمر ما عمري ما غادي نعطي فيها ماشي دابا مثلا انا قدرت ان الدار خاصها 60 الف دولار ديال الاصلاح ونقدر نبيعها ب 160 ما خاصنيش نوصل ل 100 يعني ما نعطيش فيها 100 ما نربح والو انا فهمتي غادي نخسر عليها 100 وغادي خاسر من وقتي وجهدي وغادي نبيعها بالثمن ديالها. فكنعطي 70% من الثمن ديالها يعني مصلوحه. دابا حنا غادي نبسطوها نديرو مثلا نديرو 150 يعني 70% ديال 150 غادي تجيك 105 ياك. دابا انا هذيك دابا 105 وانا فايت قدرت ان مثلا خاصها 30 الف دولار ديال الاصلاحات اصلاحات. فالماكسيموم اللي غادي نعطي فيها هي 75 الف دولار باش تبقى لي انا هذيك الهامش ديال الربح ديك 35 الف دولار ولا اكثر. لحقاش راه حتى في البيع لحقاش راه خاصك تشري وخاصك تصلح وخاصك تخلص الضرائب وتخلص لاسيرونس وملي كتجي تبيع خاصك دير وكيل عقاري اللي حتى هو غادي يدي واحد 6% بعد خاصك تخلص الضريبه على الارباح اللي كتوصل حتى ل 20% الا كانت قل من عام بعتيها في قل من عام ملي كتكون عام كتولي 12% تسمى كابيتال جينز. فالمهم انت وكدير بحساب ان شي حاجه تخرج لك من الجزء اللي ما شفتيهاش حيت ما نقدرش في وسط الحياط بزاف ما كيكونش فيهم الماء ما كيكونش فيهم الضوء. فالمهم انا درت التقديرات ديالي وقلت ما غاديش نفوت ديك يعني السيل الماكسيموم. ف كما قلت تقدر نطلع مثلا في مثال نقدر نطلع حتى ل 75 مثلا فهمتي ولكن تحل مازال ب 27 الف دولار ونص هي باش تحل صح. اللي كان جاي اول على 7 اقل من 27 مشى سمع داك الثمن مشى بقينا حنا شي 6 ولا 7 صافي بقاو كيتزايدوا انا كنتسنى حتى يحبس المهم وصلوا 40 تقنعوا اجاني مشى داك الشيء على حساب صافي. المهم انا بقيت كنتزايد يعني كنت غادي ناخذ اقل واحد الاستاذ بقى ساعه حتى الاخر وكانت غناخذ شي 45 الف دولار بقى كيتزايد معايا هو كيزيد ب 500 وانا كنزيد ب 500 كيزيد ب 500 حتى خديتها ب 51 الف دولار قال لي صافي مبروك عليك 51 الف دولار باش خديتها ديك الساعه كتحط لهم 10% يعني عطيتهم 10% عطيتهم كياخذوا اسباس شاك اي حاجه المهم تكون الفلوس عطيتهم يعني 5100 دولار وسنيت على بحال عهد بالبيع ولا عهد بالشراء ولا بحال هكا. ومن بعد عاد مشيت انا درت المحامي. علاش كندير المحامي حيت كيبسط حيت انا ما مساليش باش نبقى نتبع راسي وكما كدير بيزنس ماشي غشاري راسي يعني اي حاجه كنخسرها كتقدر انك تكليميها كما كنقولوا في الاخر ديال العام كتكون كمصاريف ديال البيزنس. فالمهم يعني طلعت يعني خلصت الثمن ديال الدار 51 الف دولار راه خديت واحد الورقه راه فيها كلشي كاع لي شيفر 5100 دولار يعني ديك الساعه كدير لي كالكيل ديال دابا البنكه مخلصه الضريبه مثلا ديال العام هما كانت عندهم غير 6 شهور خصني نرومبورسيهم في 6 شهور كيحسبوها النهار تسمى بروريتد كنت عاود ترجع ليهم يعني بالثمن الطوطال ليس ب 54 الف دولار وشي حاجه. واخا سي مهدي دابا انت بالنسبه لواحد السؤال هذا المجال هذا واش حاليا كتدخل على الديور كشركه ولا كشخص يعني واش خاصك تكون عندك شركه يعني انت عمرك دابا ما تدخل كشخص عمرك ما تدخل كشخص لحقاش كاين اللايبيليتي بزاف ولا شنو هي اللايبيليتي بالعربيه يعني تقدر دير لك بزاف ديال المشاكل الا دابا ملي كتكون عندك واحد الشركه واحد المسؤوليات يعني يقدر مثلا الله يستر شي واحد يطيح قدام الدار ولا يعني ما تعاملتيش حيت كما قلت لك انا جاي كنكري الا ما تعاملتيش مع داك الكراي عنده الحق يعني تعسفيا خرجتيه ولا عنده الحق يدعي لك تخرج ليه
مثلا واحد الغرامات اللي خصك تدفعهم ليه. فملي كتكون شركه كتفصل ما بين داكشي الشخصي ديالك، بحال مثلا هاد الدار والله في اسمي الشخصي، وداكشي ديال كتسمى انا بيعني بيزنس ليميتد لايبيليتي كومباني ال سي. على السي. كتفصل الاسيت ديال هادشي بوحدو، يعني لا قدر الله طرات شي حاجه فكيمشيو غير للشركه، ما يوصلوش ليا انا مثلا طوموبيلتي ولا داري ولا فهمتي. سؤال اخر السي مهدي في هذا الاطار هذا باش نبسطوا الامور. كاينين الناس اللي ما باغيش يدخل في بيزنس، باغي يدخل ياخذ الحلم الحياه ديالو اللي هي الدار ولكن باقل تكلفه، فهمتي، يدخل بهذه الطريقه هذه. واش ممكن انا كشخص عادي ما بغيتش انا ندير بيزنس، نشري دويره وحده وتا انا باغي نصلحها ما عنديش مشكل ونشريها بهذه الطريقه هذه، واش ممكن ولا لا؟ ممكن عن طريق المزاد، ممكن عن طريق البنك، ممكن. ما كاينش دابا انا كما قلت لك هذيك الدار الاولى اللي خديتها في سميتي، وحيت ما كانش عندي الوقت انني نحل شركه، خديتها في الاول في سميتي ومن بعد حليت الشركه وعاد ترونسفيريتها للشركه. ممكن تزاد عليك شويه المصاريف، ولكن من الاحسن انك تفصل ما بين الشخصي وديال الشركه. ممكن، ما كاين حتى شي قيود انك اي شخص يمشي للمزاد العالي ويتزايد، ما كاين حتى شي مشكل. سؤال اخر السي مهدي، انا وليت تنسولك بزاف دابا. مرحبا. بالنسبه دابا فاش كنسمعوا هاد الاثمنه، انا حاليا كنقول لك مازال كنتفاجئ بهاد الاثمنه هذه مؤخرا في 2026 وخديتها بكذا $50,000، بالرغم من انه فيها اصلاحات والى اخره. كيفاش انا هنا في بوسطن، نواحي بوسطن ياك، هاد الاثمنه ما كاينينش لا ما ربما. كاينش. دابا غادي نجيب، اسمح لي، راه كاين واحد ديسكونكت ولا واحد الانفصال ما بين المعلومات. يعني الناس عندهم المعلومه وما غاديش يعطيوها لك. انا من لحد الساعه مازال ما عرفتش علاش. وملي بديت كنعطي انا هاد المعلومات ولا كيقولوا لي هاد الشيء راه عارفينه وهاد الشيء راه هادي ولا درتي هادي ماشي. دابا انا كنتساعد ملي كنت انا كنقلب هاد المعلومات، ما كذبش عليك ما لقيتهمش، واخا كنقلب غير باللونجلي. يعني كون ما كانش عندي اللونجلي ما كنتش غادي ما تفهمش بزاف ديال الحوايج. دابا الاشكال هاد الديور مازالين حاليا بطبيعه الحال ما غاديش يكونوا، يعني من شحال نقول لك 2020 2021 الديور تقريبا مع كورونا ديور الضوبو كانوا بزاف ديال العوامل علاش. يعني اولا يعني الماتيريال غلا، ثانيا كان هذيك ستيمولس تشاكس، يعني الناس جاتهم فلوس بزاف قدروا انهم يشريو، يعني الطلب ولا اكثر من العرض. فهمت، كانوا عوامل بزاف انهم ساهموا ان الاثمنه طلع. ففي المدن الكبار صعيب انك تلقاها. دابا غادي ندخلوا في دابا كإنسان واخا باغي تشري غير راسك، انت راك واحد الحوسه صغيره مع القروش غادي تزايد، فهمتي. اكيد راه الا بغاو يسدوا عليك راه غادي يسدوا عليك، فهمتي. راه خاصك تبقى تمشي المهم انت ما تتحمسش وتزيد تعطي داك الشيء اكثر من الغير ديالك. في المدن الكبار تقريبا ما تلقاش هاد الازمنه هذه، الا لقيتي شي دار اللي مثلا خاصها الاصلاحات بزاف وكل شيء مشغول ولا ما عندهمش كابيتال انهم يشريوها، فهمتي. ولكن غالبا الناس نسميهم ديال العقار بصفه عامه كيستعملوا الابناك بزاف باش تبان لي شي حاجه طن عيط على البنكه خرج ليها، فهمتي. كاينين سبل انك تاخذ كريديات، تاخذ دار بالزربه ولكن كيكونوا فيهم لي زانتيري طالعين. انا شوف اي واحد كنصحوا انه غادي يشري دار يسكن فيها ما يمشيش للبنكه. هذا غير ديال الزراعه فيها بزاف ديال المصاريف، وراه كنت حطيت واحد الفيديو تفصيلي على واحد الدار انت غادي تشريها كريدي وانا غنشريها كاش غادي نسكنوا فيها، والفرق ديال الثمن يعني كيطلع لواحد، يعني واحد كتزاد عليك على الاقل واحد 10,000 حتى $15,000 غير باش تشري عاد لي زانتيري من بعد. فالمهم يعني اي واحد يقدر يدخل للعقار وخاصك تقلب. والناس ما غاديش يوريوك كما كان دابا كنحاول نوري الناس فين يقدروا يشوفوا. بيان سير ما تقدرش تلقى اليوم ما تقدرش تلقى غدا، ولكن خاصك هادشي كيبغي الصبر وسياسه النفس العميق. انا غير جلس بقى المهم واش الفلوس داكشي اللي انت قادر عليه وبقى تسنى. يعني الا ما بانش ماشي مشكل تسنى وبعد من المدن الكبار سير. يعني دابا بحال مثلا نيويورك سيتي غادي تفوت غير بواحد الساعه ونص بحال هكاك. نيويورك تدخل ما تلقى مثلا بروكلين 800,000 مليار مليار ونص. تلقى بوغيبسي شويه تزيد كينغستون بوغيبسي تقرب شويه الالباني كيبداو يرخصوا تلقى مثلا 400 300 250. هذا الشيء تنقول لك الديور جاهزين.
تزيد تبعد شويه ما بعدتي دابا على حسب الانسان العمل ديالو، على حسب بزاف ديال العوامل. دابا انا راه اللي كيحيرني واحد خدام خدمه عاديه وساكن في نيويورك سيتي، فهمتي، كاين ب 2500 3000 والخدمه يقدر يخدمها في اي بلاصه. فعلاش انه باني بزاف ديال هذا الشيء خصو واحد المده مطوله ان ندخلوا في التفاصيل ديالها. ولكن مازال كما قلت لك كاين هذيك 50 كاينين الديور اللي ان شاء الله غادي يكونوا مازال من القدام يقدروا يكونوا رخاص. فانا دائما كنشوف، فهمتي، كنعرف ملي كندوز. دابا ولات عندي واحد بحال واحد الخصله، كندوز من شي حي فيه قايله لي الديور اللي مهجورين مسكونين، كنعرف ان ديك مساله وقت غادي يتحطوا. فانت تقدر تبدا من تما الابحاث ديالك ولا تبان لك شي حاجه. والنصيحه ديالي ان الانسان ياخذ فاش وياخذ دوبلكس. اذا كانت اول دار غادي تشري خذ فيها جوج، واخا يكون خاصها الاصلاحات، واخا تقدر تسلف باش انك تصلح وحده تسكن فيها وحده تصلح تكريها، تقدر انها تخلص لك المسائل، ترجع لك الكريديات اللي خديتي مع عند الناس، مع عند اصحاب الباب. ومن بعد انك تقدر تشريهم بجوج ملي تجمع شويه وتشري الدار اللي غادي تسكن فيها، باش بقى لك هذيك باسيف انكم كنسميوها. فهذه تقدر تكون البدايه ديال شي واحد، ولا مثلا زوج يتشاركوا في دار فيها جوج، فهمتي، يقسموها احسن لهم من يبقاو كارين. يعني الكرا حتى الكرا طلع بواحد الصفه صاروخي، هي مزيانه ليا. ولكن انا تفكرت غير دائما نفكر الناس اللي خصني كيف، حتى انا شحال من عام وانا كاري، فهمتي. يعني ما عرفت ما ديرش، هذا هو السوق، كتمشي مع الثمن ديال السوق وصافي. واحد الملاحظه زعما بين قوسين، الناس اللي مازالين اللي باقيين كيتفرجوا دابا، اللي عنده شي سؤال يطرحوه في الكومونتير، راه نقدروا نعطيوه للسي مهدي محدو معنا وعطينا الوقت ديالو. ما بغيناش نطولوا بزاف في اللايف، نحاولوا نعطيو النقاط العريضه حول هذا الموضوع هذا ديال العقار، لانه تعتبر حلم حياه كل واحد. حتى واحد ما كيكره انه يملك الدار، خصوصا كاش. وهذو من بين الاساليب والطرق اللي عطانا السي مهدي، ومن بين النصائح اللي عطانا باش نحاولوا كل واحد اللي بغى يملك الدار ديالو بهذه الطرق هذه يحاول يسلكها. ف سي مهدي كيشري الديور كيصلحهم ولكن ما كيبيعهمش. فاشنو كدير وعلاش ما كتبيعهمش؟ علاش فضلتي انك دير هذه الطريقه اللي غادي تقولها لنا دابا، فضلتيها على تشري وتبيع؟ دابا حيت انا ماشي الخدمه الاساسيه، دابا كما كيبداش تاعي ولا شي حاجه كتعجبني ندير، وكانفستيسمون يعني الفيتشر، باش واحد كيبدا كيفكر التقاعد، واحد باغي يخرج التقاعد بكري. فرجع لك الدراسه، فبقيت ملي خدمت مع ديك الشركه بديت معاهم كتكنيسيان. خدمت معاهم شويه، من بعد دزت من الهاردوير دزت للسوفتوير، فبديت كندير شويه البروغراماسيون. وغير الناس اللي كتعرف هذا الشيء، غير كنهضر مع الناس مره. اش كنقول لك، النيتوركينغ حاجه مهمه في اي مجال، يعني خاصك تهضر مع الناس. وغير واحد السيد كنت كنهضر معاه، علاش كنا كنهضروا على اس كيو ال ستراكشر كويري لانجويج، اللي كانت عندي فيه واحد التجربه قصيره غير في المدرسه دي بروجيات، ولكن كنت كنفهم فيه شويه. فهو هذه هي الخدمه ديالو دابا في الشركه، وكان كيبان مزيان تبارك الله. وواحد النهار داز فوق على شي 6 شهور ولا 7 شهور، تحلات واحد الخدمه معاه، وهو اللي ريكومونداني، فهمتي. مشى عند المناجر قال لي هاد الدري هذا راه كيفهم في هاد الشيء هذا، داروا لي انترفيو بديت خدام معاه. ما هو الصالير دا غادي كيطلع كما قلت لك، ما قالش كيفاش تشري الدار الاولى ب 19000 دولار. فكنت ديك الساعه خدمت شحال من عام، وكان كنكوتيزي في السيستم التقاعد، وحتى الشركه كانت كتحط لك انت كتكوتيزي، والشركه كتكون كتبقى تجمع لك داكشي. المهم هذيك البركه اللي كانت عندي تقريبا هي باش شريت تخرجتها كامله. هي باش شريت بحال ما عندي والو، مشى ليا التقاعد، كنقول انا هذا هو التقاعد ديالي. فهي باش شريتها، والحمد لله كان ديك الساعه غادي وكنطور، يعني كل عام من بعد عام الصالير غادي كيطلع، والحمد لله. شنو نقول لك، خديت شحال ديال لي سيرتيفيكات تبارك الله. والله خديت وحده البارح، عرفتي. غادي نديرها ان شاء الله. يعني الله مبروك عليك. بارك الله فيك. فبقيت غادي وكنطلع معاهم شويه، وليت ادمينستراتور ديال باز دوني. وفي هذيك المده يعني كان الصالير شويه تحسن، كنت كنهز، يعني ما كنخسرش دابا الصراحه. كانت عندي دار خاصني نصلحها باش نكريها، فهمتي. فداك الشيء اللي كيجيني
كنحطو فيه كما نقولوا، واخا تعرف تسلف معاه، حيت خاصك تكريها باش واحد الحاجه اخرى للناس اللي باغيين الربح السريع، فما يديروش هذا المجال هذا من عندك. يعني هذيك كتمشي خصها واحد 5 سنين 6 سنين باش يلاه تقدر ترجع فلوسك، وكيبقى لك من بعد داك الشيء رباح. آه، فالمهم انا علاش ما كنبيعش، لحقاش ديجا الحمد لله عندي الخدمه ديالي دابا خدام، كنسميوها بزنس انتليجنس ديفلوبمنت. فالمهم الحمد لله صالير زوين، فما يحتاجش انني يعني ما بحال كنقول ما محتاجش انني نبيع شي حاجه باش المهم عايش، وميم طون كنانفيستي، مازال كنزيد انفيستي في الشركه، وكان كتخليهم كتهولديهم باش كتبقى عندك كنسميو النت وورث. بحال غادي الا بغيتي الربح السريع بيان سور غتمشي تبيع. بحال مثلا ما كانش عندي الخدمه، فضروري غادي ندير مثلا واحد 2 ديال في العام، غادي نشريهم غادي نبيعهم، ماشي باش نقدر نعيش فهمتي نوكل راسي وولادي. آه فمن الاحسن انك تخليهم، لحقاش الديور ماشي دائما ولكن غالبا كيبقاو غاديين وكيطلعوا في القيمه ديالهم، ومن طا هي كتخلصك، يعني عندك واحد الدخل داخل كل شهر. آه فبالنسبه لي انا يعني يكون حبست العمل ضروري غادي ندير واحد 3 ولا 4 مثلا في العام خصني نبيعهم، ومثلا ديك الساعه نكون فول تايم خدام غير على الديور. دابا كنخدم يكون فول مثلا تايم. يعني في الصباح بكري ولا في العشيه ولا في الويكاند. الناس كيسولوني الدار اللي قلتي لي كنصلح فيها، كيسولوني على جزء راه داك الشيء حصري خوش. ملي كنخدم فيها راه كنحاول يعني في دار فواجيز نمونطي الفيديو ونحطها. فالحمد لله كنقول يعني ان شاء الله ان شاء الله يعني كان داز كلشي مزيان نقدروا نتقاعدوا مثلا واحد السن مبكره ان شاء الله، وديك الساعه يبقى عندك واحد الدخل. دابا كنسميوه دخل سلبي، يعني انت ما كدير والو ومن طون كتخلص، راه كتخدم غير ديك المده الاولى كتصلح فيها الدار هذا كتشريها، من بعد كتبقى تشري لها مره في 4 شهور 6 شهور تصلح شي حاجه دابا بسيطه. بغيت تطبق القاعده الرسميه ديال خدم صغري كبري وكبري وتسالي بكري، صافي خدمتي لا دابا صافي تقدر غتبقى تزيد. توجه دابا في الكبار تريح وتقول داك الشيء اللي خدمتيه في الصغر قول لي يلاه ارى. عاوتاني كاين واحد العوامل واحد اخرين، بحال دابا مثلا الخدمه كتكون عندك لاسيرونس زوينه فهمتي، يعني عندك الدراري صغار كتحتاج ديك لاسيرونس، يعني باش غير لاسيرونس باش دير نفس لاسيرونس انت ما خدامش، يعني راه الثمن ديال لاسيرونس طالع بزاف. فانت كتحاول يعني كيف ما كنقولوا دابا بحال مثلا انا خدام مزيان الحمد لله، يعني غادي نبقى نكبر في ديك الشركه حتى تفوتني، يعني تولي المداخيل ديالها اكثر من اكثر منها. المداخيل ديالي. ديك الساعه نقدر انا نحبس هذه، يعني ما غاديش تاثر ليا حتى شي حاجه، بالعكس غادي تزاد عندي الوقت، ديك الساعه نقدر نزيد انفيستي اكثر في هذه. ولكن الحمد لله راه غادي مواكبين. على راه ذكر كلشي المداخل ديال السي الحياه. مهدي، على ذكر المداخل سؤال غادي يطرحه الناس اللي هنايا في امريكا اللي هو الضرائب. يعني كيفاش غتوفق ما بين المداخل ديال الخدمه ديالك الرسميه العاديه الشخصيه زائد المداخل اللي كتجيك من الديور اللي كتكري، انت غادي ياثروا لك في الاخر العام وكذا. ولكن انا عارف نسبيا الجواب، ولكن بغينا الناس يعرفوا. دابا انا داكشي اللي كندير انا، ودابا انا ماشي هذه نصيحه غير قانونيه كما كنقول، اللي بغى احسن حاجه هي تمشي تاخذ واحد الكونسلطاسيون من عند بي سي اي ولا كبير. سي بي اي، سيرفايد بابليك اكاونت، يعني كونطابل. الخدمه ديالو هي هذه، كتمشي كدير ليه مثلا الضرائب ديالك، شحال كندخل وشحال مثلا البيزنس، ديك الساعه كدير ليه البيزنس البيزنس. ولكن ولا كاع قبل ما تشحال البيزنس انا درتها باش نعرف شنو هي احسن بيزنس خاصني. كاين بزاف ديال الانواع ديال البيزنس، كاين سيلف بروبرايتور شيب ملي كتكون بوحدك، ولا دي بي اي، كاينه بارتنرشيب، كاينه ليميتد لايبيليتي كومباني، كاينه اس كوربوريشن، كاين كوربوريشن، كاين بزاف. يعني خاصك تفهم ديك الساعه يقدر يفهمك. انا كان عندي شويه ديال الدرايه بحكم الدراسه ديالي، قريت شويه ديال البيزنس. فالمهم هو غادي يعطيك المختصر المفيد. انا اللي وافقني يعني ملي كتكون عندك كتانفيستي كيكون عندك دخل يعني ضروري في الاول واحد 3 سنين 4 سنين، ولا نقول واحد حتى 5 سنين كاع يكون عندك الخسائر، لحقاش كتدخل كتشري دار ديك الساعه شاري كاش خاصك تصلحها، وما يمكنش انك يعني الدار غير واحد الجزء من داك الدار، لانك تقدر تنقصو كل عام، تسمى ديبريشيشن.
المهم بالنسبه للناس اللي خدامين، راه خدامين زعما مزيان، راه مزيان اليوم انهم باش انا حيت داير البيزنس كاس كوربوريشن. شنو كتعني؟ دايره ال ال سي ليميتد لايبيليتي كومباني، ولكن فور تاكس بيربسز دايره اس كوربوريشن. بالمختصر المفيد، اللي ربحاتو الشركه ولا اللي خسراتو تقريبا كيمشي ليا الدخل الشخصي. مثلا الشركه ربحات 10000 دولار مثلا، في الدخل ديالي غادي نزيد عليه 10000 دولار باش نخلص الضرائب على ديك 10000 دولار. خسرات مثلا 10000 دولار، غادي ينقصوا لي 10000 دولار من الدخل ديالي. بحال كتهبط لك. هي مزيان تبقى تانفيستي ديما في الخساره، هي راه ماشي خساره. انت واخا مدخل الفلوس، يعني الناس خاصهم يقراو. تعاود تخرجها باش عاوتاني انت راك رابح الفلوس ماشي خاسر، ولكن في الوراق راك خاسر، وهذا هو الطاكس. يعني السيستم ديال الميريكان الا ما قريتيش، ما فهمتيش الطاكس مزيان، فراك غتكون خاسر. فكاينين بزاف ديال ماشي قوالب، ولكن هما قانون دايرين. ها اش غتقدر تاخذ انت من كتبع عليك القوانين، في الاخر كتهبط لك سميتو. يا ما تقدر تهبط واخا انت رابح، يعني هي راه بالنسبه لي راه خساره. هو واحد الاشاره مبسطه، هو انه الفلوس اللي غادي تربح من واحد البيزنس الاول اللي بديتيه، الا مشيتي حطيتيه في الكونت ديالك، في الحساب ديالك وخليتيه، راه غيبقى متقل عليك. احسن حاجه هو انك تعاود تشري به، هو راه ديالك غيبقى. راه مثلا شريتي به عقار وغادي تعاود تصلحو وغادي تعاود عاوتاني تكريه والى اخره، راه تيبقى راه ديالك، يعني راه زايد لك في راس المال. اما الا خليتيه في الحساب ديالك تما فين غادي تاخذ شويه تصدق. شوف، اي بيزنس، اي واحد باغي يدير بيزنس في امريكا اللي يفصل ما بين الحساب الشخصي ديالو والحساب ديال البيزنس، غير يخلص راسه. يعني خلاص خلص راسك. انا دابا كنخلص راسي، ملي تقول الصالير يكون ريزونبل، يعني بحال جبتي شي واحد قدام عندك شحال غادي تخلصوا تقدر تخلص راسك. والمهم غير هو كلشي داكشي باش يبقى مسجل، باش في الاخر ديال العام اللي غادي تجي تعمر الضرائب كيجيك داكشي بسيط وسهل. و يعني في الاول راه كتجي ساهله، ولكن ملي كتبدا تزيد في الديور وهذا كيتجمع لك. الا ما قيمتيش غتنسى. فضروري يكون عندك شي سيستيم. انا خدام غير بالاكسل، المهم كنطابي فيه داكشي يعني في الاخر ديال الشهر شحال خرج، شحال دخل، شحال هذا. المهم ف يعني مزيان الانسان يكون غادي مواكب مع داكشي. وكما قلت لك زعما هادشي اللي كاين، ما كاينش شي حاجه زوينه. دونك هنا هادشي علاش مشيتي واختاريتي التكري في بلاصه ما كاين ما تبيع. يعني احسن. بالنسبه لي انا كل واحد الاهداف ديالو. بالنسبه لي انا غادي نجمع واحد ان شاء الله واحد المونطون ديال الديور اللي غادي نقدر ديك الساعه ما نخدمش انا كاع، وديك الساعه نحبس وتبقى نفس اللايف ستايل ولا نفس النيفو. ما غاديش تحس بواحد الفرق. ماشي بحال كما يعني الا حبست مثلا دابا الحمد لله نقدر نحبس ماشي اشكال، ولكن بحال حبست مثلا من بعد تشري دار وحده، ما شحال غادي تخلي لك في الشهر، فهمتي؟ ما غاديش تحدك، ما غاديش تكفيك. المهم الانسان على حسب كل واحد يعني المصاريف. دابا دخلنا للكرا، غندخلوا الاسئله عندها علاقه بالكرا. مرحبا. كاينين اسئله اللي كيقول لك انا ولا تصورات، تيقول لك انا غنشري الدار، غنضرب عليها تماره، غنصلحها وغادي نمشي نكريها، ونطيح في شي شخص ولا اشخاص اللي غادي يديروا لي المشاكل. ما بغيش يخرج، اما كعرف انت هذوك ما يغيريب لي الدار، المهم بمعنى زعما غيكرفس لي الدار، اما واما بزاف د الحوايج. واش انت تحطي في بحال هاد الانواع ديال هاد المشاكل هادي؟ يعني تحطي مع الكرايه الخايبين كما كنقولوا، وكيفاش درتي حتى حليتي هذا المشكل؟ كيفاش تتامن راسك من بحال هاد الانواع هادو بحال هاد الناس هادو؟ حيت شحال واحد كما قلت لك راه باغي حتى هو يدخل وينفيستي بحال هاد المساله هادي، وكتخليه يتبلوكا. هاد المشاكل بحال هاد النوع هذا كيخليوه يتبلوكا، تيقول راه نمشي يدخل لي شي واحد ويبرص لي راسي كذا، ونطيح معاه في مشاكل ونبقاو غادي المحاكم. باختصار واش تحطي في بحال هاد المشاكل وكيفاش حليتيهم وكيفاش كتامن راسك منهم؟ هذا بالاخر كيفاش كنامن راسي منه. بعد اول حاجه فراه ما كاين ماشي غير الكاري، راه كاين بزاف ديال العوامل اللي نقدر في اي دار كناخذها كندير عليها. ملي انفو كتشكرا كندير عليها لاسيونس، حيت الا كانت خاويه لاسيونس ما غاديش، يعني ما كاينش اللي قابل زعما تقدر تحرق تقدر. المهم انفو كتشكرا تقدر دير ليها لاسيونس، فكندير عليها مليون دولار باليسي. هي واخا مليون دولار باليسي كتجيك تقريبا واحد ما بين 90 دولار حتى 100 دولار في الشهر.
فالمهم هذه كتحميك من بزاف ديال الحوايج. الا تحقق الدار يقدروا يرومبرسيوك، كيكون عندهم واحد بحال يقدروا بحال يعاودوا يبنيو لك الدار. المهم كتكوفري لك بزاف. لا مثلا شي واحد دعاك جا طاح، مثلا درت واحد الفيديو على الرصيف، مثلا هذيك شي واحد جا المشكلة. تعكل طاح وتبت الاهمال ديالك نتايا، راك انت المسؤول، يعني على حساب الولايه، على حساب المهم هذيك المدينه راه انا المسؤول. فهذه كتكوفري لك هذه بالنسبه للناس الكرايه. فاول حاجه أنا اي واحد غادي يجي يكري عندي كنمشي اون بيرسون، ما كنقولوش عمر لي السيماره ديال الكراء وخلص $75 وباك جراوند سيرش. ف كنمشي كنشوف الناس بعيني، كنهضر معاهم، كنطول معاهم في الهضره باش كنفهمهم مزيان. ويعني كنحاول اني نتفادى الناس اللي كيبانوا فيها باينه، كيكون باينه فيهم سبحان الله. عرفتي راه ما يمكنش شي وحدين اللي باينه غادي ندير لك المشاكل، فكنحاول نتفاداهم. بيان سور كاين اللي كيجيك بواحد المظهر اللي بحال ما كيخدعك وكدوز شويه. المهم انا الاشكال ديال واحد ما كيخلصش الكره عمره كان عندي. فننصح اي واحد غادي يدير كره دير مانت تو مانت في الاول. كاين انواع، دابا غادي ندخلوا انواع ديال الكيران. كاين مانت تو مانت يعني بالشهر بشهر. ديك الساعه عندك هو عنده 3 السيمانات ولا هي عندها 3 السيمانات وانا عندي 3 السيمانات، انني نعلمهم بحال مثلا خلصوني في البدايه ديال الشهر وانا بغيت داري بغيت لابارتمون، هما يلاه سكنوا مثلا اقل من عام، فغادي نعلمهم 3 السيمانات خصهم يخويو لي الدار. هما كذلك لقاو مثلا دار محسن ولا تحولوا ولا الخدمه، فكتكون فلكسيبل يعني بجوج رابح رابح. فانت كتكون عندك ديك المده في الاول انك تجرب واحد كما كنقولوا بحال كتجرب هذيك 6 شهور الاولى ولا عام. من بعد ملي دوز عام دابا كنخليهم الناس كيخلصوا في الوقت ولا هذا، كنخليهم ساكنين ماشي مشكل، بقى معاك شهر بشهر. غير هو خاص الانسان يعرف دابا في نيويورك واخا انت داير معاه شهر بشهر، اذا فات المده ديال عام يعني المهله كتبدل انك كتبدل. واخا انت باقي سالي معاه في الكونطرا راه ناطق غير 3 السيمانات، كتولي وقيلا عامين، اقل من عامين كتبقى شهر، من عامين 3 سنين شهرين، من فوق 3 سنين 3 سنين فما فوق 3 شهور. يعني دابا انا عندي ناس ساكنين كثر، كاين 3 سنين، كاين 4 سنين، كاين تقريبا 5 سنين. فلا بغيت نخرجهم مثلا، واخا انا ما ناويش نخرج الناس، انا بغيت نخرجهم خصني نعطيهم مهله ديال 3 شهور، وهذيك 3 شهور يقدروا ما يخلصوكش فيها. فهمتي يعني لا شي واحد. فبعض الاحيان خاصك يعني تقدر تمشي تدعيهم في المحكمه ودير لهم الافراج، وهذيك واحد البروسيس بوحدو. الحمد لله ما عمري ما وصلت لهذا البروسيس هذا. فكنحاول انني نسايس معاهم لحقاش غادي انت دير لهم الافراج وماشي مشكل عنده، سير دير لي الافراج ما يبقاش يخلصك. وفي واحد الوقيته راه كانوا حبسوا الافراج، واخا تمشي انك دير لهم الايفيكشن سيرتو في كورونا ما تقدرش انك كانوا حابسين وما كيبروسيسيوش. ودابا وقيلا اقل مده انك دير لهم افراج هي 3 شهور، وخاصك تاخذ من عندهم ماتيريال. واخا يقدر يجي يعطيك الفلوس، ولكن بزاف الا ديتي من عندهم فلوس بحال راك تفاهمتي معاه يبقى يخلصك بشويه بشويه. كتعاود ازري. كتعاود من ازير عشان خصك دير لي افاق. فالمهم الانسان يحاول يعتمد على الحدس. الا قال لك الحدس ديالك في الاول واحد الشخص راه غادي يسبب لك المشاكل، فحاول ما تكريش واخا تزيد الضغط حاول. حيت ملي كتوصل لواحد النيفو كتولي انت يعني ديما ضرب الحساب بان الدار غتكون خاويه واحد الشهر ملي غادي تكريها، حيت يقدر يتبدل الكاري ويقدر انت ما تلقاش شي كاري موافق. وصافي الا فات الشهر، الا فات الدوبي ديال الشهر الاول ديال الشهر، دابا خليها غير زيد شوف الناس فهمتيني. حيت صافي الناس تبغيو يكريو في الاول، حيت ديجا غادي يخرجوا من شي دار، ولا مثلا في الاخير ديال الشهر صعيب اللي غادي يجي عندك في الوسط. هذيك الساعه زيد خليها حاول. هذا الشيء كنحاول نشرح لنا ديما في الحساب ديال شحال غادي يدخلك، ماشي غادي تشد الثمن ديال الشهر ضرب في 12 ديال العام نقص منه المصاريف ديال هذيك، راه ماشي هو الصافي اللي غادي يوقع لك. ديما بعض المرات كيكونوا اصلاحات، بعض المرات الدار كتخوى. فالانسان يحاول يعتمد على زعما يعتمد هذوك في الحسابات ديالو. وبالنسبه ديال الكاي راه كتبقى تقدر دير لي باك جراوند سيرش، يعني خلصوا $25 تشوف واش عنده مثلا كريديت سكور واش مزيان، يعني هذاك الرقم الضريبي ولا ماشي ضريبي. اش كيتسمى كريديت سكور، يعني بحال رقم المعاملات الرقم الضريبي ديالك. كتشوف واش عنده ايفيكشنز، ولكن هذوك ما بقاوش الناس كيفاينيو في المحكمه ما لحقاش فيها الخسائر ولا شي تفاهم معاه غير بلاتي احسن. يقدر كاع يخلصك باش تخرج ليه، فهمتي، يعطيك واحد $500 ولا $1000 ولا يرجع الديبوزيت.
فالمهم كتبقى السيس صعيب ملي كتكون نتايا هو اللاند لورد هو مول داك الدار. راه خاصك تجي انت من الوسط، سيرتو الا كانوا مشاكل بين الفريه وطراطي هادي، انت ما عارفش شنو كيطرا بيناتهم، ما ساكنش انت معاهم، ما يمكنش انك تجي من هذا ولا تجي من الاخر. فراه هادي يقدر يدير لك مشكل. مثلا تيقتي واحد على الاخر، طردتي تاع السفيان ولا قلتي لا، يقدر يمشي يدعيك انت كامل ويخرجوك انك دير لي تعويضات. فالانسان ديما يحاول ولكن دابا الا خرج لك شي واحد راه ما عندكش طريقه يقدر شي واحد يكون مزيان وهذا وفي الاخر مشات له الخدمه ولا. كنحاول هاد الكومينيكاسيون ديما، كوميونيكيشن ديما هضر معاه واش عندك شي مشكل، واش ما تقدرش تخلص دابا ماشي مشكل، نقدر ما نشارجيك حيت كاين ليت فيز ديال خلص معطل، نقدر يعني ما نحسبهمش يعني ابليكاسيون. عندك ظروف. كنتعامل الصراحه معاه. اللي مثلا كاين اللي كتخسر له الطوموبيل خصو يصلحها، نقول لي ماشي مشكل، غير هو مثلا دير معايا انت نهار باش الناس عارفين انت غتخلص. مثلا ملي تخلص هذا نعطيك $100 نعطيك $200 حتى تيساليو داكشي. فكنتعامل دابا الصراحه ماشي دابا بصفه عامه السي مهدي، واحد المساله اللي باغي يدخل شي بيزنس، راه ما كاينش شي بيزنس في العالم ما فيهش الريسك. ريسك. واخا تبغي ما نعرف ديرها فراشه كما عندنا في المغرب، دير فراشه، راه كاين الريسك. كاين الريسك يجي شي واحد يسرق لك واحد شي حاجه من ديك الفراشه، كاين الريسك ديال تلقى شي حاجه خاسره من هذاك الشيء اللي كتبيع، كاين الريسك ديال يجيو البوليس يديو لك هذاك الشيء، كاين الريسك تجي شتا طيح على هذاك الشيء على غفله وتخسروا لك. كاين الريسك. ولا بقيتي اي كتفكر حاجه. في الريسك ولا بقيتي كتفكر ومركز غير في الريسك، عمرك ما غادي تربح نهائيا، وعمرك ما غتدخل شي بيزنس. سبحان الله راك اه تبان ملي كنتي في الاول. اه آه، حيت ملي كنا هضرنا. اه آه، واقيلا كان واحد السؤال اللي غنطرح هو زعما ملي جيت انا هنايا شنو كنت نقدر نقول لراسي. بحال مثلا دابا شنو نقدر هذاك ننصح بغينا راسي نخليوه في يلاه الاخر. دير. هذاك بغينا هذا في نخليوه في الاخر هذوك نخليوه هما الاسئله، ديال الاخر اللي غنختموا صافي. بهم. آه. اه فالريسك دونك ضروري، الريسك في اي حاجه الا ما تغلبتيش عليه. الريسك، زعما الا عرفتي انك تغلب على هذا التخوف ديال الريسك، صافي حكمتيها كما تيقولوا، هذاك الشيء اللي كاين. حكمتيها. راه ما يمكنش. آه نشوفوا واش كاين شي سؤال. بان لي الناس كتسمع، ولكن مازال ما كاين حتى شي سؤال مباشر زعما في فقط لي في كومونتير. نعطي للناس واحد المعلومه. هو دابا حنا كوبرينا غير تشري من المزاد العالمي ولا تشري من عند البنكه، راه ماشي ضروري تشري من المزاد العالمي. حيت كاين زعما الديور اللي خديتهم اللي ما لا عن طريق البنك لا عن طريق المزاد العالمي لا عن طريق شي مثلا وكيل عقاري كنتفاهم بينه وبين مول الدار. المهم كنت انت غادي كيما كنقول خاصك تهضر مع الناس. دابا الناس كاين اللي كيعرفني انا كندير في الديور، فإلا كان شي دار مثلا شي واحد باغي يبيعها كيقول لي راه هذه كاينه مثلا للبيع، عارف هذه المنطقه اللي حنا فيها. فكاين الدار اللي تتفاهم مع مول الدار، كاين اللي كيدير كاين اللي ستيها باي اونر، يعني كاين مول الدار كيف الدار للبيع بلا تقدر تمشي تهضر معاه مثلا من مثلي. ف وانا نطور يعني اقتصد ديك 5 ولا 6% اللي غيعطي الوكيل العقاري، فكيكون الثمن هابط. وعاد كما قلت لك من الاحسن الانسان الا كان يقدر ينوغوسي كاش، حيت ملي كتجيب كاش يعني بحال مثلا غادي تشري عن طريق البنك خصك تقريبا واحد 3 شهور حتى 4 شهور، بعض الاحيان 6 شهور حتى عام باش يدوز هذاك البروسيس كامل ولا لقاو شي مشكل خصو يتصلح. اما ملي كتشري كاش فانت واحد 3 شهور ديال البنك حيدتيها عليك. يعني تقدر مثلا تفاهمتوا اليوم عندك واحد لي بروسيس ساهلين غادي يدوزوا مثلا في ظرف 4 اسابيع، غير يدوز داكشي تكاسب. يعني تشري هذيك الساعه الاخر تيكون ضمن فلوسه بالزربه فكيهبط لك حتى من الثمن. هذه غير واحد اه كنت شفت المعلومه. واحد الاخ قبل ما نجي صراحه لهنايا، حتى هو كيدير هذه المساله هذه، ولكن كيديرها بواحد الطريقه. هو كيمشي تيدور في الحومات في الديور في الاحياء، فاش كتبان ليه شي دار اللي شويه خصها شويه تصليح، كتبان عينو ميزانو كما تيقولوا، كيحط واحد الورقه وكيكتب فيها انا جاهز للشري كاش، الا كنتي مهتم تبيع هاد النمره ديال التليفون ديالي، كيحطها تحت البيبان. اما بانت لي شي دار بحال هذا الشكل يمشي كيحط هاد الورقه هذه، الا انا جاهز للشراء كاش، الا كنتي مهتم تبيع انا اتصل بيا بهذا الرقم اللي تيخليه. كاين واحد السؤال هنا في لي كومونتير
واش كاين شي سيت كتدخل ليه كتقلب فيه بالضبط؟ يعني السيت اللي انا نكمل سميتو الفكره، السيت اللي كتقلب فيه باش تشري هاد طيح فيه على هاد بحال هاد الديور هادو، ولا نقولوها الهمزات بالضبط. دابا خاصك تفهم، دابا اي حاجه غادي تليستا من طرف اللي غادي الدار اللي غادي تحط من طرف وكيل عقاري، كاين واحد الماستر ليستنج سميتو MLS، ما عقلتش بالضبط علاش، المهم ماستر ليست شي حاجه. فهذاك كيدخلوه على داك السيستم، وكاينين بزاف ديال لي سيت، بزاف بحال مثلا زيلو، كاين ريلتر، كاين رادفين، كاينين بزاف ديال لي سيت اللي عندهم واحد الدايره فيد، ولا عندهم واحد كيجروا من داك الماستر هذاك الامان. اي واحد غادي يحط شي دار البيع كيحطها تما بلاصه واحده. وهاد لي سيت هادو اللي كتشوف زيلو ولا ريلتر ولا ريلتي ولا كاين بزاف هومز .com رادفين، كيجروا من هذا كل ليله، يعني كل ليله اي حاجه تزادت الله غد لي كتصبح في السيت. فيعني تقريبا تيكونوا نفس يعني الليستينغز في جانب كامل، تقدر تلقى الدار في السيت. يعني بحال مثلا الاوكشن، كاين اوكشنز .com، وغالبا الا كان من طرف البنك كتلقاه حتى بزيلو، وكتلقى غير هو زيلو .com كيقول لك راه يعني هاد البيعه والشريه راه غدوز عن طريق الاوكشن، كيحطوا لك اللين، كتدخل الاوكشن كتسجل، ديك الساعه كتشوف مثلا بعض المرات راه كيحطوا لك يعني شي ابحاث على الدار، كيقول لك واش الدار مازال ساكنين فيها الناس ولا لا. فالمهم كتاخذ معلومات، ولكن غالبا الا كنت غادي نشري من الاوكشن، دابا الاوكشن راه فيه كاين الاوكشن ديال الابناك ديال البنوك، كاين الاوكشن ديال الكاوني، يعني ملي ما كتخلصش الضرائب ديال واحد الدار. حيت دابا انت ملي كتشري دار كل عام لاصقين في الضرائب، الا ما خلصتيش الضرائب يعني عامين وثلاث سنين متابعه كيحيدوا لك الدار. واذا كانت الدار فيها كريدي والبنك ما خلصاتش، يعني ما دخلاتش وخلصت الضرائب، فالدوله كديها حتى للبنك، ديك الساعه كتاخذ بحال اللي قلتي صفحه بيضاء. من الاحسن انك تشري من هذاك كاين اللي كيسميه كاوني اوكشن، ولا بحال مثلا المزاد ديال العماله، كاين اللي كيسميهم الشارع اوكشن على حسب الولايه والمنطقه. فهادو كيكونوا قلال، لحقاش غالبا البنك كتخلص، الا حيدت البنك الدار لشي واحد كتخلص ضرائب، حيت عارف ما خلصش ضرائب مشات لهم الدار. ولكن كاين بعض الاحيان اللي كيكونوا كاين في المدن الكبار غيكونوا كثار، في المدن اللي ما فيهمش الخدامي غيكونوا كثار، حيت الناس ما قادرين، حيت كاين اللي ما عنده لا قرض لا والو، غير هو ما قادرش يسدد داك المبلغ ديال الضريبه، فما كيسددلهاش واحد العامين 3 سنين صافي كتمشي. حتى هادو تقدر تشري منهم. هو كما سمعت ديال انت ما خلصتيش غتمشي للدار، هذا هو القانون ديال الولايات المتحده، كلشي خصو يخلص الضرائب. مثلا عندنا هنا في لي كومونتير ضروري نذكروها، كاين اللي تيدعيو معاك الله يسهل عليك، شكرا بزاف، بارك الله فيك. كاين الله يعاونك ويحفظك، ومع العموم شكرا على الدعاوي، شكرا الله يسهل على الجميع. حتى هو اي واحد كيتمنى شي حاجه يوصل ليها. كاين عندنا سؤال، باش كتنصح الاوكشن المناسب اللي يطلع باقل تكلفه؟ الاوكشن اللي اقل تكلفه هو اللي هضرت عليه دابا في الاخير، الاوكشن ديال الدوله، بحال الدوله خدات الدار ماشي البنك. البنك دابا كاين بزاف ديال المعلومات اللي نسيت ما عطيتهم، لحقاش الموضوع كبير. هذا هو الشيء كنقول للناس في لي كومونتير غيحاولوا دابا نعطيك واحد المعلومه اخرى على مثلا الاثمنه. دابا خاصك تعرف واحد القضيه، ملي البنك كيحط الدار المزاد العالمي، فالبنك يقدر يتزايد معاك. دابا مثلا هما حطوا واحد الدار غتبدا بالدولار، كاين كتبدا بالمزاد كتبدا بالدولار، ولكن كيدير واحد الريزيرف هو واحد القدر ديال المال، واحد المونطون اللي الا ما وصلش ليه المزاد ما يبيعوش الدار. فكيحاولوا مثلا حاطوا الدار بدولار، ولكن ما غنيش في دولار كاقل تقدير، فالبنك كتزايد ضدك. يعني انت واخا سيرتو حيت كاين اونلاين اللي عن طريق الانترنت، وكاين اللي كتمشي اون بيرسون، فكيكون عندهم اشخاص ولا شخص اللي كيبقى يتزايد معاك انفو تيوصل لذاك الريزيرف كيحبس. داكشي اللي يعني واخا الدار مثلا انت حتى واحد ما بغا يتزايد معاك فيها، انت بحال انت كتزايد انت والبنك، ملي كتحبس
دابا انت شتي كتكون عارف، اسمح لي سمع، انت كتكون عارفو باللي راه هو تابع الباكا ولا ما اللي ما تعرفش شكون، جالس ما بحال تعرف وحال الناس؟ بحال الناس كيداير $500 $1000. ولكن الا هو دابا مثلا هو البنك خدا هو مثلا الثمن الاخير حتى واحد ما تزايد، فالبنك اش كيدير؟ صافي من بعد كدوز واحد النهار ولا يومين كيشوفوا شكون اللي فاش كتحط المعلومات ديالك السميه كان هذا، عطى. كل اقرب واحد عطى هذا، فكيعيطوا لك بحال مثلا انا عطيت 35 مثلا 35 وعطى 36، هو صافي قلت انا هذاك هو الحد ديالي. فغدوز واحد النهار ولا كاع نفس النهار تعيطوا لك كيقول لك ها واش تقدر تعطي 40، يعني انت كنتي هو اخر واحد يقدر يتفاهموا معك واحد الشيء، سيرتو الا كان هذا المبلغ قريب فهمتي. الا ما كانش كيعاودوا يا اما يعاودوا يحطوها في المزاد. المهم هذا يعني راه ماشي يعني في المزاد ديال الدوله ديك الساعه بينك وبين الاشخاص ما عندهم شي واحد. وراه هذا الشيء راه البنك راه كيكون كاتبها لك في تسمى شنو بولر بلاي، كتابه صغيره لتحت، راه البنك هو عنده الحق انه يزايد معاك فهمت. ما كتبانش راه زايدين، ما تبانش لك. فاقل تكلفه هو ديال الدوله ولا ديال العماله ولا ديال الاقليم ولا شنو ما بغيتش تسميه. وهذا السي مهدي عندهم شي موقع خاص، عندهم شي بلاصه عندهم خاصه موقع فين خاص، خاصك تدخل الكاوني ويب سايت ولا اللي خاص الكاوني، ماشي بزاف. نقول العماله ما عرفتش باش كاين البيت كاين الكاوني، فهذوك كيحطوا فيه وقليل اللي كيابطي لهم، وكتكون بعض المرات شي الخشونه اكيد. خشونه فين ماشي اللي عنده اه المعاناه وداك الشيء يقدروا يدوزوا مثلا، ديك ولكن الساعه قليل. ولكن حتى اللي خدام، كيحطوا حتى اللي خدامين تما يقدر عندهم صحابهم العائله عندهم وكذا صحاب، تلقى. كنقول لك راه النيتوركينغ النيتورك ضروري ضروري. سي اقل مهدي، تكلفه هو هذا. سي مهدي شكرا بزاف على هذه المعلومات اللي عطيتينا. نعم بالنسبه هذه حتى هي بين قوسين ديك اللعبه ديال الاشهار فهمتي كيطلع في وسط الحلقات. اه دونك الناس اللي غادي يكونوا دابا غيكونوا كيتفرجوا في اللايف من بعد فاش غنسجلوا غنحطوه، حتى نتوما خليو التعاليق ديالكم، راه ان شاء الله لا السي مهدي ولا انا غادي نبقاو نراجعوا التعاليق، المعلومه اللي عرفناها راه غادي نجاوبكم عليها. كنتمناو الناس اللي دخلوا اللايف وما مشتركينش لا في القناه ديالي لا في القناه ديال السي مهدي يعني يشتركوا، لانه الاغلبيه الاحصائيات راه كتعطي اكثر من 90% ديال الناس اللي كيتفرجوا في الفيديوهات ما دايرينش ابوني. ابوناو في المحتوى اللي غادي يفيدكم واللي غادي يفيد، يعني حتى الا ما كنتوش تفكروا دابا حاليا في هذا الدومين هذا، راه كون اكيدين انكم غتوصلوا لواحد المرحله وغادي تحتاجوا المعلومات اللي كاينين بحال هاد الفيديوهات هادو. ف ما نبغيوش نطولوا بزاف في اللايف، المعلومات تقريبا كلها يعني تحطات. نبغيو نجيو للاسئله الاخرى اللي قلت لك. اول سؤال غنبدا به ماشي هذاك اللي كان جا في بالك قبيله كنت غنهضروا على الجاليه المغربيه خصوصا اللي كاينه هنايا في امريكا. واحد الملاحظه بزاف ديال الناس لاحظوها، شفتها في لي كومونتير قبل ما نجي انا لهنايا، لاحظتها في لي كومونتير تنشوفهم فيديوهات في منشورات كاينين في الجروب اللي عندها علاقه بالجاليه العربيه والمغربيه، وكيقولوا بانه كيشوفوا جاليات عربيه معاونين، مثلا السواره، الفلسطينيين، العراقيين، اللبنانيين. انا تنذكر غير الجاليات العربيه لانه هما اللي عندنا يعني مقاربين معاهم، كتلقاهم تيتعاونوا مع بعضياتهم، كيدفعوا بعضياتهم، وهما اللي كتلقاهم داخلين في بزاف ديال المجالات. بالرغم من انه الجاليه المغربيه يعني المغاربه اللي كاينين هنا في امريكا راه كاينين في بزاف د المجالات، ولكن اول حاجه ما كيبارطاجيوش المعلومه، ثاني حاجه كتلقاهم نسبيا، انا كنقول لك لي كومونتير ما كيتعاونوش مع المغاربه وما متحدينش. واش حتى انت كتلاحظ هذه الملاحظه هذه؟ واش شفتيها في ارض الواقع فاش جيتي لهنايا؟ وشنو التفسير ديالك على هذا الموضوع هذا؟ صراحة أنا جيت واحد المنطقة اللي العرب بصفة عامة ما كاينينش بزاف، كاين شوية ديال اليمنيين اللي كنظنهم متحدين يعني يعاونوا بعضياتهم، يعني داروا بزاف ديال المحلات تجارية. بالنسبة للمغاربة يعني شوية قلال، ولكن على ما شفتش من خلال التجربة ديالي البسيطة في السوشيال ميديا،
فبزاف ديال المغاربه ملي بديت كنحط الفيديوهات كيكتبوا لي دي كومونتير، يعني الاغلبيه ديالهم ايجابيه، ولكن بالنسبه للناس اللي كاينين هنايا يعني ماشي كيفشلوك، ولكن كيحاولوا انهم يخلي المعلومات اللي كتعطي ما عندهم حتى اضافه بالنسبه ليهم. فانا كنقول زعما ملي عندكم هاد المعلومات كاملين علاش ما تبقاوش تبارطاجيو؟ يمكن عندنا واحد الاشكال ديال ما كتبغيش تشوف مثلا شي واحد اللي غادي يكون احسن منك، ولا اللي شي واحد كيبان لك غادي يداحسك في المجال، واخا حنا في اغنى دوله في الكون. يعني راه المغاربه كاملين يديروا مئات بالالاف ديال الدولار، ما يمكنش انك ما كاينش داك الشيء ديال غادي يداحسك ولا الارزاق ديال الله. الحمد لله الارض كبيره، وما واخا يجيو مثلا 20 واحد دايره ويديروا نفس الشيء، ما يمكنش اننا غادي نتنافسوا مثلا. يعني عطا الله بزاف ديال آه يعني بزاف ديال الدول راه ما تشريها، راه ما كاينش كما قلت لك هاد الميدان هذا. يعني راه غير دخلتي غير الزيرو ولا في اي منطقه راه غادي يخرجوا لك المئات ولا كاع الالاف ديال الديور للبيع، سيرتو الا كان شي منطقه كبيره. يعني بالنسبه لي انا بالعكس، انا كنبغي انا الناس انني نحمسهم انهم ماشي ضروري انهم يمشيو يديروا شركه ويبداو يبيعوا ويشريوا ولا يصلحوا في الديور. المهم هو انهم يقدروا يديروا واحد الدويره يسكنوا فيها هما وليداتهم. سيرتو في المناطق اللي كتكون غاليه بزاف، كتلقى مثلا عائله ساكنين مثلا في بيت ولا جوج، لحقاش يعني باش تشري دار فيها يعني غاليه بزاف، فيقدروا يبيع لهم واحد شويه ويوريهم الطرق كيفاش انهم ياخذوا باقل تكلفه. ويعني بالنسبه لي انا يعني ما شفت انا زعما كاين شي مغاربه كاين كيتحدوا. سيرتو مثلا كنعرف شي ناس اللي عاونوا واحد شرا دار، عاوتاني ملي رجع لهم الفلوس دازت واحد المده، عاوتاني تعاونوا وشراو، عاوتاني سلفوا واحد شرا دار، بعدوا على الابناء كاملين والحمد لله كاملين شراو الديور. ولكن بالنسبه للتعاليق انا ما تقدرش تعرف فين ساكن هذا ولا كاين اللي آه. كيبغي غير. هو فعلا هذه المسألة راه عندها علاقة باختلاف الولايات. راه كل ولاية كتلقى فيها نوعية ديال الناس، نوعية ديال العقليات، نوعية ديال المشاكل، نوعية ديال كاين اختلاف. هنا أمريكا راه قارة بوحدها، كل ولاية راها دولة بوحدها. ما يمكنش شي واحد غادي يجي يزاحمك في الرزق ديالك ولا غادي يدعس، ما هذه زعما آه. ما كتدخلش لي انا كاع على العقل. يعني هذه مسألة يعني راه ذكرتها في اللايف اللي فات. فهاد الإحساس ديال أنه إلا بارطاجيت واحد السر من أسرار ديال واحد المهنة معينة غادي يتزاحموا معايا، وبالتالي غادي الرزق غادي ينقص. راه يعني عملية حسابية غالطة أصلا. يعني عملية حسابيا راه غالطة. راه فاش كتبارطاجي المعلومة راه كيكثروا الناس وكيكثروا الأسئلة وكيكثر البارطاج وكيكثر السوق اللي كنتي تخدم فيه. إلا كنتي تخدم مع 100 واحد راه غادي يولي 2000 واحد كيعرفوا هذاك المجال. يعني إلا كان تيعيط لك واحد غيوليو يعيطوا لك 10، ودوك العشرة غادي يكبر السوق أكثر. هذه واحد. جوج، السوق الأمريكي راه سوق عملاق، راه العالم كله كيستافد منه. راه ماشي غير أمريكا بوحدها اللي كتستافد منه، ولكن العالم كله كيستافد من السوق الامريكي. وهذا هو علاش كنشوفوا بزاف ديال الدول كيتقاتلوا على السوق الامريكيه باش يبيعوا فيها ويشريوا فيها. واش حنا غنكونوا مثلا انا كشخص ولا مهدي كشخص غيكون قد الصين اللي هي قداش كتحاول تقاتل تبيع هنا وتشري، قد اوروبا كامله اللي كتقاتل ما نكونوش قدها، وبالتالي فهم عارفين شنو كاين. المهم هذه حاجه نساليوها. غادي نرجعوا لديك المساله ديال سي مهدي فاش يلاه جا لهنايا لامريكا. وكيما اي واحد فاش يلاه كيجي كيتمنى يتلاقى بشي شخص اللي يعطيه شي نصيحه، وهذيك النصيحه غتعاونوا في حياته وتعاونوا في المسار ديالو فاش يلاه جا لهنا. فالسي مهدي كون كان هو تلاقى بواحد الشخص يلاه جا، اشنو هي هذه النصيحه؟ اولا شنو كنتي تتمنى اول نصيحه يقولها لك شي واحد فاش يلاه جيتي لهنا؟ اولا يعني اللغه، قرا اللغه قبل ما تجي. انا هذه نصيحه مني، الا بغيتي دير شي حاجه في هذه البلاد هذه خاصك او موان تكون كتعرف تكومونيكي واحد شويه. ماشي ضروري تكون يعني كتفهم كل شيء كتهضر، ولكن الا هضر معك شي واحد خاصك او موان تفهمو وتقدر انك تجاوب. ثانيا هو بغيت نرجع لهذيك الريسك. لحقاش راه شحال من عام وانا كما قلت لك كنبغي نشري مثلا شي دار، وديما عندي كيما داك التخوف اللي قلتي انت. غادي تشري تقدر مثلا ما تقدرش تصلحها، ولا يتقابل لك الاصلاح غالي،
ولا شي حاجه ما تقدرش ديرها، خاصك تجيب شي واحد يصلح ليك كطلع غاليه بزاف. يعني خاصك تغلب على داك الريسك ولا داك الخوف، كما نقولوا حنا نقولوا الخوف اللي كيشدك، هذاك الا تغلبتي عليه. وخاصك غير هذيك البديه، كما كنقولوا حنا غير هذيك البديه في الاول. يعني صافي ديك الساعه كتحط في امر الواقع، تتغلب على داك الخوف، كتبدا خدام في داك الشيء. وراه كاين راه كلشي كاين في الانترنت، يعني اي حاجه بغيتي. انا كنحاول نوصلها بالعربيه، يعني هذاك الشيء كامل اللي كندير انا راه موجود، غير هو ما كاينش بالعربيه ولا بالدارجه، فكنحاول نوصلها. ف يعني اهم حاجه هي ديك الريسك. و يعني مازال يعني دابا كتخاف انت ما عندكش دابا، حيت كاين اللي ما عندوش الكابيتال باش يبدا. يعني تقدر انك ماشي مشكل تسول مثلا. دابا هنا فين نرجعوا شويه، يعني كجاليه يقدروا يتعاونوا معاك باغي تبدا واحد المشروع، ماشي ضروري في العقار. ولكن بالنسبه لي انا كنت مثلا نقدر نسلف من عند العائله ولا من عند هذا، ونقدر نبدا ديك الساعه كندير خاص. ولكن راه اش غدير داك الشيء، يعني كتكتسبوا مع الوقت، كتاخذ تجربه وصافي. اون فوا كتغلب على داك ان شاء الله ما كيكون غير خير من بعد. يعني صافي كتبدا تكتسب التجربه، المعرفه، كدوز من شي حوايج اللي ضروري ما يمكنش. انا كما قلت لك راه واخا نجلسوا هنا واحد النهار ولا يومين هنا كنهضروا، كتبقى دائما يعني موضوع كبير. ولكن الانسان تيحاول انه داكشي اللي باين يتفاداه، كيستعن مثلا بمحامي، يستعن بهذا، فاش كيكون داكشي ليغال، وكيكون المصطلحات ديال القانون وديال 1800 مثلا، صعيب انك واخا انت كتهضر باللونجا تقرا جمله ما تفهم فيها والو. فضروري الواحد يستعن بمحامي في المكان. السي هذه مهدي، يعني التغلب على الخوف وصافي. السي مهدي، شكرا بزاف 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 على الوقت اللي عافا الله يرضى. عطيتينا وعلى المعلومات القيمه اللي عطيتي. فكنتمناو التشجيع ديال بحال هذا المحتوى هذا، فكونوا اكيدين انه بحال هذا المحتوى غادي يغذي لكم، غادي يغذي لكل واحد الدماغ ديالو، وبالتالي غادي تقدر تانسبيرا وتخرج واحد المجال اللي تقدر نتايا تلقى فيه راحتك، سواء تصنت لهاد الناس ديال العقار، سواء تصنت الناس ديال عشرة الطوموبيلات، الحرفات الى اخره. مازال غيجيو لايفات مع مغاربه ان شاء الله. وعلى ذكر هذه المساله هذه، خليو لنا في لي كومونتير شكون الشخص ولا الشخصيات اللي تبغيونا نستضيفوهم معنا في اللايفات، ونسولوهم على الخبايا ديال الخدمات ديالهم. ف اخر كلمه سي مهدي للناس باش نحاولوا نختموا، لانه راه قلنا ما نطولوش، ولكن نظرا لاهميه الموضوع والمعلومات اللي كتعطينا وسعه الصدر ديالك فتجاوزنا الساعه. شنو اخر كلمه تقدر تخليها لنا؟ كنبغي نشكر يعني اي واحد اللي يتفرج فينا في هذا اللايف هذا. اولا كنبغي نشكرك وكنتمنى لك مسيره موفقه، يعني الصراحه برنامج زوين اللي ان شاء الله حتى انا نقدر يعني غادي نتفرج فيه في المستقبل، ونستافد ان شاء الله من الناس اللي سبقوني المجالات اخرين، نطور المعرفه ديالي. وبالنسبه للنصيحه ديالي دابا انا كنشوف يعني ضروري السكن خاص، ما يمكنش انك تسكن في الزنقه، خاصك سكن. فكنحاول اكيد. ان نعطي الناس يعني واخا طرق بساط كيفاش تصايب هذه، كيفاش تصايب هذه، بدا اوما غير دي باني حيت عارف اليد العامله والماتيريال غالي. فان شاء الله نبقاو مكملين في هذه المسيره هذو، وكنتمنى اني كنكون يعني كنفع الناس بهذه النصائح اللي كنعطي ولا الفيديوهات اللي كنديرو. كما قلتي الناس يخليونا في تعالق داكشي اللي بغاو يشوفوا، نحاول ان شاء الله ما يمكن اكيد. نقدموا لي ذاك المحتوى اللي باغي. اكيد. سيدي شكرا، وشكرا للناس اللي حضروا معنا اللايف من الاول حتى الاخر، وشكرا حتى الناس اللي يلاه غادي يتفرجوا في اللايف، في التسجيل. ونشوفكم في حلقه واحده اخرى مع ضيف جديد، مع موضوع جديد، مع بيزنس جديد. خليو لنا في كومونتير الى بغيتوا تعرفوا شي موضوع معين ولا اسئله حول هذا المجال ديال العقار. نشوفكم في الحلقه الجايه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بارك الله عليكم.